طيب احنا النهارده في بودكاست مميز جدا مع باشمهندس محمد مشرف. غني عن التعريف، يعني انت لو فتحت لينكد ان عنده هتلاقي فيه وظايف انت مش هتعرف تقراها، انت مش هتعرف الوظيفه دي بتعمل ايه. ف يعني اتفضل طبعا يا باشمهندس، ده غني عن التعريف، بس اتفضل لو حابب تعرف نفسك يعني. طيب أنا بقالي 22 أو 23 سنة شغال في التك. معظم الوقت كان في شركات فانج بلس، زي جوجل، أمازون، مايكروسوفت، حاجات زي بوكينج دوت كوم، وفي ستارت ابس كتيرة وكده. عشت واشتغلت في دول كتير، نقلت كتير ما بين ان انا اي سي وان انا اشتغل مانجر او ليدرشيب او كده. بس مؤخرا بقالي مثلا بشكل مستمر من 2015 2016 فوكست على قصة الليدرشيب والمانجمنت والكلام ده. بس دي النبذة السريعة يعني. تمام. طيب انت حضرتك قلت ان انت لفيت كتير، لفيت في دول كتير قوي. مم. طب ايه اللي انت شايفها دولة بالنسبة لك تقول ان هي اكتر دولة انت حبيت تعيش فيها؟ أكتر دولة أنا حبيت أعيش فيها، والله ده سؤال ظريف. هي مش بالدولة على قد ما هي مدينة، لأن الدول نفسها كمان بتختلف من جوه. بس أكتر مدينتين حسيت، هي برضه بتعتمد على أنا بدور على إيه، ولكن أكتر مدينتين كانوا ظراف للحياة بشكل عام كانت أمستردام وسان فرانسيسكو. اوكي. ولكن لندن وسياتل بيجوا بعديهم على طول في المرتبة التانية. تمام. طب ليه لندن كنت وسياتل قريبين قوي من بعض يعني اللي عاش هنا وعاش هنا مش هيلاحظ تقريبا أي اختلاف خالص، غير إن لندن ممكن تكون انترناشونال أكتر شوية من سياتل. اوكي. طب انت ليه شايف، يعني ليه حطيتهم، لو حابب تقول طبعا ليه حطيت ان دول افضل اتنين؟ امستردام فيها بوزيتيف انرجي كده، مش عارف مصدرها ايه الصراحه، يمكن من الحشيش اللي في الجو، مش عارف. بس الناس هناك مبسوطه طول الوقت كده وسعيده وبتاع واخدين الحياه ريلاكسد قوي وكده. سان فرانسيسكو ميكس في حاجات كتير، هي انترناشونال جدا زي امستردام. يعني اكتر تو سيتيز انترناشونال شفتهم هم امستردام وسان فرانسيسكو. امستردام كانت لما انا كنت عايش فيها في 2018 كانت بتفتخر ان عايش فيها 172 جنسيه تقريبا. بالك اللي هو العالم كله آه، المسجل مع الامم المتحده هم 191 ولا 193 دوله، فان هو خلاص يعني فاضل لهم شويه صغيرين ويقفلوا يبقوا متحده في حد ذاتهم يعني. سان فرانسيسكو زيها بالظبط في القصه دي، ولكن سان فرانسيسكو كمان آه، ميزتها الرهيبه ان هي الجو بتاعها طول السنه تقريبا واحد، يعني طول الوقت صني، ما بتبقاش حر قوي ولا برد قوي، معتدله، اللي هي نفس نظام الجو في مصر ما احنا كنا بناخده في اعدادي. تمام. اوكي. اعدادي بتاعنا احنا مش بتاعك انت، اللي هو تمام. معتدل، ده في صامت ممطر شتاء ودافئ، ما اعرفش ايه شتاء والكلام ده. زي ما هي ما اتغيرتش من ساعتها صدق. سان فرانسيسكو هي كده. بس سان فرانسيسكو اتغيرت النهارده وبقت يعني عشان بقوا ووك قوي، فبقت مزبله يعني. مش مزبله اللي هي آه، يعني استعاره مكنيه، لا مزبله، الارض نفسها مليانه زباله وقرف وكلام من ده. كانت اوكي. زمان نظيفه وكان فيها المعمار نفسه كان رائع والكلام ده. دلوقتي بقت حاجه عشوائيه يعني وحاجه زي الخرا. فانا بتكلم على الكلام ده في سنه يعني ما بين 2005 ل 2012 2013 كانت رهيبه يعني. فهو ده كانت الاسباب بتاعتهم يعني، غير ان سان فرانسيسكو قريبه جدا من سيليكون فالي، هتبقى تعدي الكوبري وكده. فكانت البي اريا عامه يعني جنه اي حد عايز يشتغل في التك يعني، فده كان السبب التاني في اوكي. الموضوع ده. تمام. تمام اوي. طيب انت شفت دول كتير وشفت جنسيات اكتر اه اكيد. طيب ايه اللي انت بتشوفه بالنسبة لنا وبالنسبة للجنسيات التانية مختلف قوي في حتة ان احنا ننجح؟ السؤال ده انا سألته ناس كتير، بس عايز اعرف يور تيك عليه او وجهة نظرك. ايه اللي مختلف بين، هل هم اذكى، هل هم وعيهم اكتر يعني؟ لا، وعيهم اكتر دي اكيد، اوكي. واذكى دي برضه اكيد. الحاجتين دولت يعني الوعي ده مثبت بشكل بنسميه سبجكتيف، من خلال ان انت تبص نظره بسيطه قوي ايه مثلا الحاجات اللي ممكن تروح فايرال مثلا على الفيسبوك عندنا وعندهم. تقدر تشوف وعي الناس. يعني انا فاكر مره عملت تجربه عشان بس اثبت وعي الناس في لحظه. دخلت على شات جي بي تي وخليته يعمل لي صوره ازازه بيبسي اسمها مكه كولا باين ولا حاجه زي كده بشيلن، يعني اي حد معدي في الشارع يعرف انها مضروبه.
ونزلتها وعملت عليها اعلانات ما اعرفش $25 ولا حاجه زي كده، وبقت ترند رهيب لحد النهارده. في ناس بينشروها. كتبت ان دي شركه مصريه، لا كتبت دي شركه كانت يعني بتقول ان هي مصريه بس هي صهيونيه ومقرها الرئيسي في اسرائيل، وبيحاولوا يخلونا نشرب بيبسي والمقاطعه ومش المقاطعه والكلام ده كله، وانتشرت بشكل رهيب. فمدى الوعي ده بيخليك تبص، طب ما فيش حد حاول يجوجل، ما حدش نزل مثلا يبص في الكشك يعني انت ما شفت الازازه دي فين قبل كده؟ واللي يجننك في ناس في الكومنتات يقول لك انا شفتها بتتباع وما اعرفش ايه فين يعني. طب ما حاولتش حتى يعني ما فيش حد في الكومنتات حتى كتب انا عمري ما شفتها يا جماعه، طب دي بتتباع فين، اي حاجه يعني حتى يتساءل؟ لا كله بيشير وحسبي الله ونعم الوكيل وما اعرفش ايه والكلام ده كله. فده بالنسبه لموضوع الوعي. بالنسبه لموضوع الذكاء، بينزل بتاع دوت راندوم سامبلنج كتيره قوي لحاجات بتتاخد كل سنه وكده. لو تابعت الحاجات اللي حصل لها ببلشنج من اول 2003، كنت اول حاجه انا تابعتها لحد اخر حاجه انا شفتها كانت في 2019، الكيرف في النازل. يعني متوسط الذكاء كان في 2003 او 2004 كان 83، اخر رقم شفته كان 71 او 72. في امريكا لو انت جبت اي كيو اقل من 75 او 74 لو انا ما اذكر، لازم تروح مدارس بتاع دوت اصحاب بتاع دوت اعاقات وكده، ما ينفعش تروح في الجنرال بوبيوليشن سكولينج سيستم. اوكي. انت بتتكلم على ان الافرج اي كيو بقى اقل من اللي يخليك في امريكا تدخل المدرسه العاديه بتاعه الناس العاديه. اوكي. فده كله بيتحط عليه ده في الناحيه الفيزيكال. ولكن الناحيه كمان الثانيه، ان الشعوب الناجحه دايما هتلاقي فيها صفه واحده منتشره جدا، وهي صفه ان كل واحد في حاله. كل واحد في حاله من ناحيه ايه؟ مش انه في حاله ان هو ما بيقولش رايه مثلا ولا كلام من ده، لا كلهم بيقولوا رايهم، بس كل واحد في حاله من ناحيه ان الصفات الشخصيه او التجارب الشخصيه او الحاجه الشخصيه بتاعت الشخص، سواء دينه، جنسه، بيعمل ايه في السرير، متجوز مين، بيلبس ايه، الكلام ده كله ملهمش دعوه بيها طالما هي ما تعارضتش مع القوانين، ما سببتش خطوره لحد، فهو ملوش دعوه بيها. يعني انت النهارده قررت ان انت يبقى بينك علاقه جنسيه بينك وبين أكرة الباب، طالما أكرة الباب ده مش كائن هيشتكي وما محدش ليه دعوه. اشتكاش، خلاص انا ماليش دعوه، يكش يا رب تروح تتجوز أكرة الباب، انا ماليش دعوه. فدي من ضمن الصفات اللي بتخلي اي جنس وهو مش معنى برضه دي حاجات من الحاجات اللي احنا ما بنفهمهاش. يعني لما تيجي تقول لحد مثلا دول مثلا نفترض مثليين او كذا، انا ماليش دعوه، فهو قصه ان احنا كل حاجه عندنا ابيض واسود، دي برضه من ضمن صفات الشعوب الفاشله. هو مش معنى ان هو مش شاغل باله ان فلان داخل في علاقه مع أكرة الباب ان هو موافق على العلاقه مع أكرة الباب او بيشجع ده او مبسوط بده. لا، هو ممكن يكون رافض ده، ممكن يكون دينه يتعارض مع ده، ممكن يكون من جواه قرفان من ده، ولكنه ات ذا اند اوف ذا داي ملوش دعوه. ده برضه رايه الشخصي ان انا قرفان من الشيء ده، ولكن انت حر. دي القصه اللي احنا مش قادرين نفهمها لحد دلوقتي، مش بس في مصر، في المنطقه بتاعتنا كلها. قصه هي ان ازاي تتجنن وتشرب ميه في الشارع مثلا وانت شخص عجوز عنده 60 سنه وعنده كبت وبياخد دواء وعيان وكلام من ده، ازاي تتجرأ وتشرب ميه مثلا في الشارع؟ دي من ضمن الحاجات الناس مش فاهماها لحد دلوقتي. واخد بالك اللي هو طب ده ربنا نفسه اداله التصريح ده انت بتعلي على ربنا، انت وصلت لمرحله يعني اكنك بتقول لربنا بص معلش كده بقى، اقعد لي انت على جنب كده، انت مش فاهم الدين اللي انت نزلته ده، سيبني انا اتعامل مع الناس دي. هي دي بالظبط. فانت هذا المستوى من التفكير عمره ما هيطلع نجاح، لانه هيتعارض معاه في كل حاجه. وانت النجاح ده بيتطلب حاجات كتير. انت لو هتنجح يا اما هتشتغل في شركه، وبالتالي سواء اشتغلت في مصر اشتغلت في مكه المكرمه حتى، فانت شغال مع ناس من ثقافات مختلفه وعادات مختلفه وقيم مختلفه. لو انت مش قادر تفوت القصه دي فانت هتصطدم معاهم فهتترفد، او عمرك ما هتترقى، هتفضل في حته معينه وهكذا. ده لو انت اشتغلت. طب انت عملت شركه، طب ما انت بتتعامل مع سوق، بتتعامل مع عملاء. هينفع مثلا تقول انا مش هينفع اتعامل غير مع العميل اللي طول دقنه تتراوح ما بين كذا سنتي لكذا سنتي وبيصلي الصلوات كذا في اليوم، مش هينفع. طب انت اي باص يوديك للنجاح سواء اكاديمي، تجاري، علمي، في شركه، في جن ازرق، انت هتتعامل مع ناس تانية.
طالما انت مش قادر من الاصل تعمل الكلام ده، فانت اول سلمه هتطلعك في سلم النجاح انت مش هتعرف توصل لها، وبالتالي عمرك ما هتشوف الاخر ده خالص. دي من الحاجات البيزكس. في حاجات تانية كتير وحاجات متعمقه اكتر، بس دي الحاجات البيزكس اللي هي مش هتخليك تشم ريحه النجاح اصلا. تمام. طب خليني اكون بوزيتيف اكتر، مش ده يعني، خليني هاخد ان كلامك هفترض يعني انه 100% صح، واقول ان معدلات الوعي والاي كيو قليله، طب مش ده يخلق فرص عمل او فرص نجاح بالهبل للناس اللي عندها above الافريج ده؟ طب ما ده اللي يعني بيحصل بالمناسبه. اه انت النهارده في مصر اسهل دوله في الدنيا يعمل منها تقدر فلوس. تنجح فيها وانت ميديوكر. يعني حلو بص على جدا. الميديوكراسي في حاجه بسيطه جدا زي صناعه المحتوى. قارن مثلا حد زي جو روجن مثلا. انت مختلف معاه مثلا ان هو آه يعني متعصب لحاجه معينه ويميني مثلا وكلام من ده وبتاع، بس بص على مدى الايفورت اللي بيحطه وبيجيب ناس تصحح المعلومه وبيحط ما اعرفش ايه والكلام ده كله، وقارنه باللي زيه في المجتمعات بتاعتنا. شوف الفرق الشاسع ما بينهم. يعني باستثناء الدحيح مثلا، بص للناس التانية، فروق شاسعه. بص على التمثيل مثلا. النهارده بتلاقي ممثلين بالعبيط كل انجازاتهم في الحياه ان هو مثلا كان ناجح على فيسبوك بيعمل شورتات وكلام من ده، وفجاه بقى دخل فيلم وبطوله. قارن بقى الكلام ده بناس مثلا، يعني شوف مين افشخ ممثلين عندنا، وشوف مين اجمد ممثلين مثلا في هوليود ولا بوليود ولا اي حاجه زي كده. خد بقى الكلام ده على اي حاجه، هتلاقي ان انت هنا عشان تنجح في مصر انت مش محتاج لعبقريه متفرده ولا تكون جامد جدا في مجالك ولا اي حاجه. انت محتاج بس تكون سنه صغيره فوق مستوى القطيع ده، وهتقدر تقودهم بكل بساطه وكل سهوله. صح جدا. يعني انا بس بقول النقطة دي، ده معناه ان في فرص نجاح لو انت اشتغلت على نفسك بنكلة. يعني ببص اه على الجانب البوزيتيف يعني. تمام. بس يعني في فرق بسيط. ده للاسف برضه القصه ده هي عامله زي النورمال ديستريبيوشن كيرف. بالكيرف. هي مش كل ما ذكائك ومؤهلاتك تزيد فانت فرصتك بتزيد، لا. هي انت في مصر النجاح الاقصى بتاعك لو انت موجود في الحته اللي في النص دي. يعني انت اعلى من الناس دي بسنه بسيطه ومش ناجح عنهم قوي، هتعرف تقودهم. انما انت لو فرقت بينهم كتير هم مش هيتقبلوك اصلا. انت لازم تسافر بقى في بوينت فلازم زي تسافر دي. في حته ثانيه، لا انت هم هيتقبلوك ولا انت هتعرف تتعامل معاهم ولا تفهم، لان الفرق هيكون شاسع. فده معناه ان الشخص المتفوق بجد في المجتمع المصري بيفشل. يعني حتى بص على مستوى صناعه المحتوى، وحاجه بسيطه مثلا زي تعليم البرمجه. روح للناس اللي هم فعلا متعمقين مثلا في حاجات زي الداتابيز والكلام ده كله وبتاع، وافتح الفيديوهات بتاعتهم تلاقي 150 فيو، 13 فيو، ارقام عجيبه بقى، والفولورز كلهم مثلا 400. روح بقى شوف للشخص اللي ممكن ما يكونش اشتغل في البرمجه اصلا، ممكن تلاقي عنده 500,000 400,000 اللي هو ما اشتغلش اساسا فيها خالص حتى فريلانس. فانت لو عليت عن ليفل معين بيبدا الكيرف ينزل على النورمال ديستريبيوشن كده. انت في اوله خالص لو انت غبي قوي مش هتلاقي حاجه، ولو انت كويس قوي مش هتلاقي حاجه برضه. اوكي. وجهة نظر جامدة جدا. طيب هسأل في حاجة كمان، اعذر. لا اتفضل. هو كان في سؤال، مش عارف ينفع اقوله، من باشمهندس حازم بيقولك لما كنت في دبي انت سبتهم ورحت تجيب سيجار ليه؟ طولت حاجة كده يعني، حاجة فاني يعني، كان سألني عليه. انا لما رحت هناك كان عندهم انا قليل لما بتلاقي اللاونجز اللي هي بتدخن فيها اندور. اوكي. يعني حتى في بريطانيا هنا موجودين بس موجودين مثلا ما فيش حاجه مثلا بالنسبه لي ووكينج ديستانس من البيت، مثلا لازم اركب عربيه وكلام من ده. فانا لما رحت لقيت عندهم لاونج، وانا اوكي. بستمتع جدا قصه ان انا اقعد في لاونج والناس كلها ونقعد نتكلم بقى ده مش عارف معمول فين وكلام من ده وبتاع. انا حتى لما جددت اشتراك منسا ودخلت في حاجه اسمها اس اي جي اللي هي سبيشال انترست جروب، ما لقيتش جروب هناك ناس بتتكلم فيه على السيجار وكده، فافكر اقترحه ان هو يعملوا جروب ناس بتتكلم فيه بقى عن السيجار وما اعرفش دوت وده معمول ما اعرفش بقاله قد ايه والرابر موجود فين والكلام ده. فقعدت شويه هناك مع الناس يعني. فده اللي طول معاك. تمام. اه اديني جاوبت على السؤال. تمام. اتمنى يعني اوصلها له. تمام. عندي سؤال تاني. انا معلش اعذرني اسئلتي كتير، ده ولا بس انا بحاول استفيد منك بقدر الامكان. طيب احنا اتكلمنا في النجاح والسفر، في حاجة تانية عايز اسأل فيها. حتة النفاق شوية، وهسأل سؤال يعني مش عنيف ولكنه سؤال انا بشوف ان في ناس كتير بتنكره. م. احنا عندنا ادمانات كتير،
انا بشوف ان هي بتاثر على الشباب، وانا انا هتكلم في حاجه دايركت دلوقتي جدا. حلو، يعني اتمنى تجاوبني عليها طبعا، لا مش هستجاوب براحتك. بس اتفضل. انا هتكلم في حته مثلا مشكله زي ادمان الاباحيه مثلا. مم. مثلا حاجه من الحاجات اللي محدش بيتكلم عنها في مصر، حاجه من اه الحاجات اللي الناس مش بتعترف انها موجوده اصلا، ولكن بكل الاحصائيات هي موجوده. اه ف ايه مثلا نصيحه تقدر تديها لشاب او حد بيعاني من مشكله زي كده او ادمان معين عامه؟ ما هي الفكره كلها ان الاباحيه وادمانها والكلام ده كله، ده بنسميه سيمتوم. عرض. انت عرض. انت النهارده لما تيجي تصحح اي حاجه، ما ينفعش تصحح العرض، لان العرض لو انت صححته هينتهي بعرض تاني لو انت ما صححتش المشكله الاصليه. المشكله الاصليه ان احنا مجتمع رائس على السلم. يعني ايه رائس على السلم؟ يعني مجتمعات بره مثلا يقول لك دي مجتمعات منحله وما اعرفش ايه، وكل واحد بينام مع اي حد والكلام ده كله، ولكنها اكشولي مش بالشكل ده. يعني هو مش كل واحد ماشي في الشارع ينام مع اي حاجه بتتنفس والكلام ده. اكشولي ده اللي بيحصل في مصر. انت النهارده البنات بتنزل، كله بيتحرش بيها، ما اعرفش، كل واحد ماشي في الشارع زي ما انت بتقول مدمن ما اعرفش ايه والكلام ده كله. لان القصه في الاخر هو رائس على السلم. هو ملتزم من جواه التزام هو مقتنع بيه فعلا، مش مفروض عليه، سواء مفروض عليه بشكل اجباري من خلال المجتمع او اهله او الكلام ده كله، او بشكل اختياري ان هو مش عايز يعمل ده لمجرد ان هو مثلا حرام. بس هو مش مقتنع. هو لو في حد اداله رخصه ان الكلام ده حلال، هيروح يشتغل بورن ستار كمان 3 دقايق. تمام. ليترالي كده هينزل في المجلات، واخد بالك؟ فهو ما بيعملش الكلام ده لعدم قناعه. الفرق بينه وبين المجتمعات اللي بنقول عليها منحله ان الشخص هناك بيعمل الحاجه من خلال قناعه، وبالتالي بتبقى قويه. لما بيدمن بيدمن، ولما بيبطل بيبطل لنفسه. يقول لك مثلا انا كنت الكحوليك وبقالي 15 سنه ما بشربش، ومفيش اي نازع اخلاقي ولا ديني ولا الكلام ده كله قال له بطل تشرب. بس هو وصل لمرحله قال لك لا، الشرب ده بيدمرني وبيدمر العيله والكلام ده كله، فهو خد القناعه فبيكمل فيها للاخر. فانت الفكره عندك ان انت قلت ان احنا مجتمع محافظ، ما ينفعش عندنا الجنس خارج الجواز. عظيم. في نفس الوقت انت سايب المجتمع ده ما بتنميش فيه وعي، سواء من الناحيه الدينيه او من ناحيه التفكير او من ناحيه اي حاجه، فسايبه مفتوح. ماشي. وفي نفس الوقت انت مصعب العلاقات نفسها بشكل رهيب. يعني الجواز نفسه صعب ده اولا، وثانيا انت بتخلي اي علاقه منطقيه ما بين الشخص او الذكر والانثى تبقى طول الوقت متكهربه لحد مرحله الجواز. فالشخص عشان يفك الكهرباء وقصه الحاجه اللي هي بالنسبه لي لغز محير دهيت، انا بشوف ده كائن زيه بالظبط زي البطريق. لو انا عايز معرفش عنه. اشوفه لازم اروح جنينه حيوانات متخصصه وادخل ما اعرفش ايه. فانا بالنسبه لي كائن الانثى ده عشان اتعامل معاه بشكل طبيعي، اللي هو مثلا زيك وحضرتك وكذا في تعاملات طبيعيه، ده حاجه بعيده المدى. فطالما هو كائن انا ما اتعاملتش معاه، فببدا اكون عليه افكار، تخيلات. التخيلات ديت بشكل الانفتاح اللي انا اتكلمت عنه من شويه ما بتفضلش تخيلات كتير. فبدخل على قصه، عشان كده بتلاقي طلاقات بتحصل كتير، لان ثقافتهم عن الحياه الجنسيه مثلا هي مبنيه على اللي شافه في البون، ومبنيه عندها على اللي شافته في البون. فطبعا اللي في البون ده ملوش ادنى علاقه بالطبيعي، لان ده حاجه متصوره وبيقفوا في النص وقت ملهاش علاقه اصلا كامله على بعضها. يعني اللي هو مثلا ممكن يكون فيديو نص ساعه ده اصلا ما تصورش نص ساعه على بعضه، زيه زي اي فيلم في الدنيا. وقت وما اعرفش ايه والكلام من ده ممكن يتصور على مدار 4 ايام. فانت اللي موجود قدامك ده ملوش ادنى علاقه بالواقع، فانت بتدمن هذا الخيال عشان كل الحاجات التانيه دي. وتيجي مثلا بعد 30 سنه من عمرك، 35 سنه، تتجوز، فتكتشف ان اللي انت اتجوزته ده ملوش ادنى علاقه باللي انت بقالك 15 20 سنه عايش عليه. فبيحصل حاجه من الاثنين: يا بتطلق، يا بيبقى جواز مع وقف التنفيذ وبتروح تكمل علاقات تانية بره والكلام ده كله. فده سبب البزراميط اللي عندنا في مصر. احنا مش عارفين اصلا احنا ايه، مش بس في كل حاجه. لا احنا عارفين احنا ايه على المستوى الديني ولا الفكري ولا الثقافي ولا الانساني ولا العلمي ولا الفني ولا الاجتماعي ولا الجنسي ولا اي حاجه. فطبيعي تحصل حاجه زي كده، ولكن حلها مش حل دي. حل بقى ان احنا نشوف اصلا، عرف بقى انت فين اصلا، انت مين، انت بتعمل ده ليه.
تمام. طب اسالك سؤال، احنا عندنا ثقافه برضو عيب ان انت تروح لدكتور نفسي. يعني هل انت شايف ان انا بشوف كده لحد عنده ادمان معين ومش قادر يبطله، هل المفروض يروح لدكتور او مشير او وات ايفر يعني؟ ما هو الفكرة كلها إن الإدمان، تعريف الإدمان نفسه علميًا إن أنت بتدمن حاجة مش مفيدة ليك، يعني لو أنت بطّلتها نظريًا المفروض حياتك تبقى أحسن. أنت النهارده لو بطّلت إدمان الحاجات الجنسية دي، ما البديل؟ يعني أنا النهارده لو باشرب مخدرات وبطّلتها، أنا مش محتاج بديل لإن المخدرات دخيلة. طب أنت النهارده بتتكلم عن الحياة الجنسية دي حاجة غريزية أصلًا زيها زي الأكل والشرب والكلام ده. طب أنا بطّلت إدمانها، اللي هيحصل بعد كده لو أنت عرفت فعلًا تدمنها وما رُحتش لحاجة تانية، هيحصل حاجة اسمها كبت. زي أي كائن حي في الدنيا، أنت لو جبت كلب ذكر وما عملتوش عملية إخصاء وسِبته ما يتزوجش لمدة 3، 4 سنين، هيتوحّش، هتلاقيه بيعض، بياكل الأثاث، بيدمّر الجِزم، هو خلاص ما هو في غريزة مكبوتة هيطلّعها في حاجة. بالنسبة للشخص بقى هيطلّع الكلام ده في عنف، في إجرام، في قلة أدب، في كذا، في كذا، في كذا، فأنت ما حلّيتش المشكلة. يعني المشكلة هنا مش في إنّك أنت تقضي على الإدمان والّا لأ، لإنه الإدمان دوّة ليه حاجة تانية، يعني مثلًا زي الشخص اللي عنده اكتئاب وبيدمن مخدرات مثلًا، طب أنت عالجته من المخدرات وما عالجتش الاكتئاب، هيحصل إيه؟ يدمن حاجه هيدمن تانية. اه. أو هينتحر مم. أو هيقتل حد، ما هو لازم اللي جوّه ده يطلع في حاجة، ما أنت ما عالجتش الأصل إيه، تمام. طب فاهم؟ دكتور ما يساعدش في حاجه زي كده، او يوجه مثلا الحاجه دي لحاجه بوزيتيف؟ انا ما هو اعرفش انا. الدكتور هيعالج الكلام ده، مش هيعرف يعالجه لإن الكلام ده للأسف هي systematic problem، يعني زي بالضبط الناس اللي بتقعد تقول لك إيه، أنا هاخلّف أطفال واخليها تتعامل مع الناس بأدب واحترام والكلام ده كله، والطفل ده أول ما بيبدأ يتعامل مع الحياة الخارجية بيتنفخ، لأن المجتمع مش هو الفقاعة اللي كانوا أهله عايشينه فيها. طب أنت حليتها على مستواك أنت الداخلي وعيشته في فقاعة، طب ما هو أنت يا إما تبقى قادر بقى تعيشه في فقاعة طول عمره، تعمل له مدينة خاصة بقى بشغل خاص ما يطلعش بره السوق ده، يا إما ما ينفعش تعمل ده من الأصل. فهو الدكتور على المستوى الشخصي هيعالج لك الفقاعة بتاعتك، بس أنت هتخرج وتصطدم تاني بالكلام ده، فهيتحول الكلام ده لكبت في حاجة تانية، فالكلام ده مشكلة سيستماتيك، ولكن دي مختلفة عن قصة العلاج النفسي بشكل عام، دي قصة تانية. العلاج النفسي في مصر سمعته وحشة عشان احنا في مصر مش فاهمين اساسا يعني ايه علاج نفسي. فكرة مثلا ان الحد لو عنده اكتئاب ده يا اما بعيد عن الدين، يا اما مجنون، يا اما كذا يا اما كذا، فبالتالي طالما هي دي الاسباب ما فيش حد هيقتنع يروح لدكتور. طالما ما فيش حد بيروح لدكتور والدكاترة دي ما بتتعاملش مع حالات كتير، فهم بطبيعتهم مش هيبقوا محترفين زي اي دكتور بره، لانه ما بيشوفش حالات، فهو هيبقى دكتور على قده، فهنفضل في الدايره دي للابد بقى كده بالشكل ده. طب جنيدي او اي حاجه اونلاين ما تقدرش تساعد في حاجه زي كده؟ لا لسه بدري في القصه دي، يعني كل ديت لسه حاجات على مستويات قليله قوي، اللي احنا لسه اصلا يعني الطب النفسي لحد النهارده هو احنا للاسف عندنا في العربي ما فيش فرق في اللغه العربيه ما بين كلمه تريت وكيور، هما الاثنين بالنسبه لنا علاج، ولكن على المستوى الطبي والعلمي في فرق شاسع ما بين التريت والكيور. كيور ان انت بتعالج تماما وبتشيل اثار كل حاجه وخلاص انت مش محتاج، زي ان مثلا يجي لك فيروس سي فتتعالج منه فخلاص الفيروس حصل له ايريديكيشن من البلد. في تريتمنت بقى لحاجه زي الاتش اي في، انت بتاخد انتي ريتروفيروس، والانتي ريتروفيروس دي بتمنع التقاسم بتاع الفيروس وان هو يزيد على حاجه معينه، فانت بتفضل عايش طول عمرك حياه طبيعيه، ممكن حتى تمارس جنس بدون عوازل والكلام ده كله، وما بتنقلش المرض وكله زي الشخص الطبيعي العادي خالص، وما بيتحولش الاتش اي في لايدز، ولكنك انت ما حصل لك كيو، لسه الفيروس موجود في جسمك، لو بطلت علاج هيعلى تاني. فالطب النفسي هو في مرحله التريتمنت، مفيش كيور. يعني انت مثلا لما بتاخد ادويه اكتئاب انت بتعالج تاثير الاكتئاب على المخ، ولكن ممكن يرجع تاني في اي لحظه، واخد بالك؟ فهمتك، فهمتك. ماشي. طب يعني انا كنت بحاول الاقي مخرج للشاب يعني ماشي، او لحد عنده المشكله. ما هو للاسف الحاجات دهيت مخرجها ان هي سيستماتيك، unless ان في حد عمل حاجه على مستوى المجتمع على مستوى الدوله، كل المحاولات دهيت
يعني انت رايك ان هو يغير المجتمع او الدوله لو يقدر يعني، باختصار؟ لازم تيجي حاجه من حاجه حكوميه، من حاجه دولة، يعني حاجة على مستوى حكومي، على مستوى نون جوفرمنت مثلا، على مستوى الدولة، على الكلام ده كله. انما انت مثلا تعالى بص لحاجة زي التحرش مثلا. احنا في مصر عندنا، كواحد شاف دول كتير جدا، احنا عندنا قوانين تحرش من اقوى القوانين اللي ممكن ما تلاقيهاش في دول زي ايران مثلا، ولا حتى في السعودية، ولا في الكلام ده كله. مفيش دولة انا شفتها في العالم ممكن حد يتسجن لمجرد انه راح لواحدة ما يعرفهاش وقال لها انت حلوة مثلا. القانون المصري انت ممكن تتحبس في حاجة زي كده، واخد بالك؟ هل ده عالج التحرش ولا قلله ولا عمل فيه اي تأثير؟ ما حصلش. اوكي. لانك بتعالج السيمتوم هنا، ما بتعالجش المشكله. فولا لي اي تاثير، تاثيره صفر. تمام، بس بالعكس. يعني انا متفائل عنك شويه، حاسس ان اكيد في حق، يعني انا شايف مش كل الناس كده، فيعني ماشي. هي فشايف مش كل ان الناس كده، ولكن بسبب ان الموضوع سيستماتيك، الغالبيه. فالناس بتزيد في هذا الاتجاه. يعني انت قيس التحرش في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات، قيسه كل 10 سنين كده لحد النهارده، هتلاقيه بيزيد. مع ان المفروض انت نظريا بتقول يعني في السبعينات مثلا ما كانش فيه الاوتلت بتاع الافلام الاباحيه وما اعرفش، يعني المفروض في اوتلت فالتحرش يقل. بس اللي بيحصل اكشوالي عكس. ده ليه؟ لان القصه نفسها، انت كمجتمع شايل ايدك تماما من هذه القصه على النطاق الحكومي ونطاق المجتمع بتاع دوت الجمعيات والكلام ده كله. وبالتالي كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده اسوأ ما فيه، فانت كوميوليتنج على اللي قبلك. تمام، انا حاسس ان انا، طب ايه تنصحه لشاب مثلا واقع في مشكله زي كده؟ يعني انا عايز اساعد الناس، مش هدفي في الاخر يغير يحاول المكان. يحاول يسافر والله ويسيب مصر. يعني انا، تمام يعني. يعني كان زمان في محاولات تانية انك انت ممكن تتأقلم وكده، بس انت في مصر حاليا unless ان انت بتتكلم ان انت في مستوى من الغناء الفاحش زي ساويرس مثلا ولا كده، ان انت ممكن تعمل لك مدينه لنفسك تعيش فيها. فانت مهما كان عايش فين وعندك عربيه ازاي وبتقبض قد ايه والكلام ده كله، at the end of the day هتتعامل مع نفس الناس، ولادك هيتعاملوا مع ناس تانية. فانت at the end of the day عمرك ما هتعرف تعمل فقاعه. بس في اه. كوميونيتيز في مصر انا بشوف ان هي اقوى من بره، يعني في كوميونيتيز في مصر لو قدرت ان انت تحط نفسك فيها على المستوى المادي، انا بشوفها اقوى من بره كمان. قولي بس رايك. انت at the end of the day ستيل بتسوق في مم. وسط نفس الحرب. اها. ستيل بتتعامل في نفس المعاملات الحكوميه مع نفس الناس، ستيل سبجكتد او سبجكتد لنفس القوانين اللي ما تفهمش اللي بناها كان محشش وعكس بعضها وكلام من ده. ستيل مهما كانت الفقاعه انت عازل نفسك فيها. ما انا بقول لك انليس ان انت عرفت تعمل فقاعه بقى كبيره زي مستوى سميح ساويرس كده، وتبني لنفسك الجونه، مهم. وتعرف تعزل نفسك تماما فعلا. هتتلط هتقلل امكانيه اللط دهيت، ولكنها هتحصل. بس فكرة مفيش ان اي في، مانع. انت تسمع الناس اللي بنقول عليهم من ايجيبت. ما هو حتى الناس اللي من ايجيبت اللي هو في الاخر بيسوق فين؟ هو بيسوق في الاخر في وسط البلد، وبيتعامل مع سواقين ميكروباصات. وفي الاخر لما بيروح بيرخص في المرور. ممكن يكون بيدفع فلوس بتسهل له وكلام من ده، ولكن ان ذا اند اوف ذا داي ممكن اي ظابط يوقف له الدنيا لو على مزاجه. ممكن لو خبط مع حد اكبر منه ينفخه. بس دايما في. النسبة قد ايه برضه؟ النسبة بعيدة قوي يعني. ما هي المشكله ان انت في الاخر بتقلل النسبه، ولكن هي مش بعيده قوي ولا حاجه. انت النهارده واحد زي طلعت مصطفى، ما هو اتحبس فيهم. هل هو اتحبس عشان احنا عندنا عداله ولا الكلام من ده؟ لا، اتحبس عشان غالبا هو خبط في حد اكبر منه، واخد بالك؟ طب انت عمرك ما هتوصل لمستوى طلع، يعني نادر قوي لما حد يعرف يوصل لمستوى طلعت مصطفى ده على مستوى الفلوس والكلام والنفوذ والحاجات دي كلها، وطلبت، اوكي. واخد بالك؟ فهي القصه كلها ان انت ما فيش اي ضمانات ان انت ما تتلطش، لان الضمانات اللي انت ما تتلطش لازم تبقى ضمانات سيستماتيك. لازم يكون السيستم نفسه بيمنع التجازع، وبالتالي انت لو حصل مصادفه واتلطيت، ده يبقى الاستثناء، والسيستم يرجع يصحح نفسه ويرجع لك حقك. يعني هل المجتمعات بره جنه مثلا؟ ما فيش حد بيتظلم، ما فيش حد بيتحبس ظلم، ما فيش كذا، ما فيش كذا، ما فيش كذا، في. ولكن السيستم عشان هو معمول اساسا ضد ده، دي بتبقى الاستثناءات، واول ما بتتعرف السيستم بيرجع يصحح نفسه عشان يمنع ده انه يحصل تاني. تمام، يعني انت رأيك، عكس. انت رأيك يعني ان لو حد عنده فرصة يسيب مصر يمشي؟ بالظبط. يعني مثلا في ناس كتير تقول لك مصر مثلا عيبها البيروقراطيه. لا، مصر ما فيش فيها بيروقراطيه خالص. البيروقراطيه دي ممكن نقول بدوله زي انجلترا، دوله زي المانيا. طب دي عرف لي يعني ايه بيروقراطية؟ البيروقراطيه ان انت بتعمل بروسيس معينه ممكن تخلص في خطوتين، بس انت بتعملها 10 خطوات مثلا. بس ده موجود. المشكله في مصر مش ده. المشكله في مصر اللي انت ليترالي ما انتش عارف، مفيش انسان عارف حتى اللي شغال جوه البروسيس هي ممكن تاخد خطوه ولا 10 خطوات.
مفيش سيستم. مفيش سيستم، فانت ما عندكش بيروقراطيه، انت عندك عشوائيه. يعني انت في انجلترا ممكن مثلا تروح تعمل حاجه معينه انت عارف ان هي هتاخد 10 ساعات، مفيش اي حاجه ممكن تتغير تخلي ال 10 ساعات دول يبقوا 15 ولا يبقوا 5. كبيرة قوي يبقوا 9 ونص او 10 وربع، ولكن هم هيفضلوا 10 ساعات. انت في مصر ممكن تروح تخلص حاجه، ممكن حد تخلص معاه من دقيقه والتاني تخلص معاه بعد 4 سنين، وهي نفس الحاجه. ده ما اسموش بيروقراطيه، البيروقراطيه هي بروسيس ثابته. كلمه بيروقراطيه عشان هي اصلا ثابته جامده ما بتتحركش. يعني مثلا انت النهارده لو عايز تقدم على الجنسيه في انجلترا، حلو، لو انت بتقدم كراجل بالغ، جزء من الجنسيه ان انت بتقدم حاجه اسمها ريفرنسز، بتطلب 2 ريفرنسز يجوا يتكلموا على شخصك، هل انت ما تدعي ان انت ما تدعيه والكلام ده كله. ميك سنس. لو انت طفل عنده سنتين بتقدم له على جنسيه، لازم تقدم له نفس الريفرنسز. طيب هو ده الطفل السنتين اساسا هقدم ريفرنس يقول لي كان بيرضع كويس؟ مفيش اي منطق هنا. تمام. ولكن عشان بيروقراطيه ونفس الستبس بتسري على الكل، دي اسمها بيروقراطيه. تمام، في فهمت. مصر بقى نفس البروسيس، انت ما بتبقاش عارف اصلا هو مطلوب منك ايه، تمام، انت بتكتشف مع الوقت يعني. والموظف اللي قاعد ما هوش عارف، ونفس الموظف ده لو رحت له امبارح وجيت له النهارده ممكن تلاقي بروسيس مختلفه تماما. لا بس صدقني الدنيا اتحسنت دلوقتي، يبقى في حاجات الكتروني يعني، طبعا الحاجات هي حتى متاخره الحاجات بس. الالكتروني نفسها، انت ممكن تبعت حاجه الكتروني ويقول لك اصلا هي مش موجوده في الوجود، يعني الطلب ده راح لثقب اسود ما يعرفش حد راح فين. لا ما تعرفش للامانه ده يعني ده ما حصلش معايا انا حصل معايا. حاليا. يعني كنت بقدم على توكيل، اها. وقدمت واتسحبت الفلوس والكلام ده كله، فضلت مستني وما اعرفش ايه، اكلم مفيش حاجه بالاسم ده. طب الفلوس راحت فين؟ ما نعرفش. طب انا اعمل ايه؟ ما نفهمش. طب مين عنده اي معلومه؟ الله اعلم. اوكي، انا للامانه ده بالظبط. ما حصلش معايا، فعشان كده هي تجربتي الفكره بقى، مختلفه. هي دي راندمايزيشن. اها. انك انت هتسمع دايما في مصر جمله ده حصلت مع فلان بس ما حصلتش مع علان. قصه الاكسبيرينسز المختلفه دهيت دي اكتر دليل على العشوائيه. قصه اركب منين عشان اروح فين دهيت مش هتسمعها فاهم، لان اوكي. معروف اركب فين اروح فين دي ثابته من اها. 20 سنه، هي وهتفضل هي ومش هتخلص. مهم. انما انت في مصر لا، ممكن تسال نفس الراجل سؤال يقول لك اجابات مختلفه بطريقه مختلفه، ما يقول لك خش يمين وما يقول لك خش شمال، والعجيب ان الاثنين بيوصلوك برضه. تمام. واخد بالك؟ هي دي تمام. بقى قصه العشوائيه اللي انت ما تبقاش فاهم اي حاجه. بتلاقي مثلا حد في مصر 2000 واحد عملوا حاجه وزي الفل، ورقم 2001 عمل حاجه وما تفهمش السبب وانها اتحبس بسببها، وبعد كده في 5000 تانيين بيعملوها ما حدش بيتحبس برضه. طب طب ده اتحبس ليه والتانيين دول ما اتحبسوش ليه؟ وهل اللي ما اتحبسوش هم اللي غلط، ولا اللي اتحبس هو اللي غلط، ولا ايه الصح، ولا مين بيعمل ايه؟ فما حدش فاهم حاجه. اوكي ماشي، انا عن نفسي طبعا اختلاف الرأي لا يفسد القضية، بس بحب مصر طبعا يعني، فممكن اكون متأثر بيها. ملهاش علاقه، لانك انت ممكن تحب مصر، ولكن ده لا ينفي انك انت تتكلم في ايه العيوب وايه اللي محتاجينه عشان تتصلح، والا هنفضل نلف حوالين نفسنا. ما يعني انا اعتقدش مثلا حاجه المجتمع جاهز بسيطه لده قوي. زي تجديد الباسبور، مم. ايه الصعب في ان السفاره تقول لك انت محتاج ايه عشان تجدد الباسبور؟ انا مره واحده جددت باسبور في حياتي بره مصر عشان هو كان مسروق، ما كانش عندي اوبشن ان انا اجدده في مصر. انا طلع اديني عشان اعرف السفاره عايزه ايه، كام وابعت ايميل سنة؟ واكلمه في التليفون وانزل السفاره نفسها وارجع. طب لستة ايه المطلوب وتتغير، وتبعت ايميل وتيجي تكلمه على التليفون يقول لك لا دي مش مطلوبه. طب ما هو قال لي مطلوبه ايميل، لا هو مش فاهم، فتبعت لبتاع الايميل يقول لك بتاع التليفون مش فاهم. طيب اصدق وساعات مين؟ دوكيمنت مطلوبه بشكلين مختلفين، طب ما هو انا لازم واحده فيهم تبقى الصح. فموضوع ضايع. طب الباسبور هيجي امتى؟ الله اعلم، يعني ممكن يجي الاسبوع الجاي، ممكن يجي كمان شهر، ممكن يجي كمان 4 شهور، في حالتي انا جه بعد سنه وشهر. فمأساة، واخد بالك؟ فالقصه دهيت دي مش بيروقراطيه خالص. اوكي، دي عدم وجود سيستم وعدم يعني، انا لو مستثمر مش هقدر حتى اه، احط حاجه بلان. بسيطه جدا 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 زي التصوير في الشارع. مهم. ممنوع يا فندم تصور في ميدان التحرير مثلا، يطلع رئيس الوزراء يقول لك احنا عمرنا ما طلعنا حاجه زي كده، بس انت تلاقي امين الشرطه بيوقفك، ممكن امين شرطه تاني ما يوقفكش. طب يا جدعان مين اللي طلع القرار ده؟ طب رئيس الوزراء نفسه بيقول الكلام ده غلط، هل انت تعرف اكتر منه؟ طيب نعمل ايه؟ نصور ولا ما نصورش؟ طب مين يعني ايه القصه؟ طب نصور فين؟ طب ايه اللي يعرفنا انا كمواطن عادي خالص ايه الاماكن الممنوعه الاماكن المسموحه؟ كل ده مش معروف، مهم. كل ده عشوائي انت ونصيبك.
مش حاسس كله دلوقتي، يعني دلوقتي اعتقد الدنيا اتحسنت عن كده كتير، بس تمام يعني. يعني لا، ما اتحسنتش، بدليل لحد النهارده لسه بتسمع مثلا عن قصه الناس اللي اتقبض عليها في قضايا من نوعيه تدمير سفينه المجتمع واثاره الفتنه، واللي هم السبع ثمان حاجات اللي بيتحطوا جنب بعض دايما دول، والانضمام لجماعه محظوره. طب اسمها ايه الجماعه المحظوره دي؟ ما حدش عارف. يعني للأمانة ما حاجات، بفهمش في السياسة وما بحبهاش فتمام. ما هي كلها مرتبطه ببعضها. يعني القانون مرتبط بالسياسه، مرتبط بالتجاره، مرتبط بالاقتصاد، مرتبط ما اعرفش ايه. انت لو ضايع في ناحيه هتنعكس على الباقيين، لان كلها بتسمع في بعضها. مفيش حاجه تمام منفصله خالص النهارده خلاص. تمام. طب أسألك على حاجة، هل ده في الآخر بيأثر على العنوان اللي احنا حاطينه اللي هو العقلية؟ تبقى العقلية بتاعتك طبعا، مش لانك انت النهارده انت حتى مش قادر تحط تصور ايه العقليه اللي احنا محتاجين نجيبها عشان تصحح الكلام ده. اوكي، انت مش قادر حتى تقول اعمل ايه يعني. بالظبط، انك انت حتى اعمل ايه ده نفسه الناس مختلفه عليه. يعني انت النهارده بتلاقي في ناس مثلا تقول لك ايه، احنا محتاجين يكون في حريات. عظيم، ما هو جزء من الحريات. يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن امريكا، امريكا اول ماده في البيل اوف رايتس هي الفيرست امندمنت، اللي هي حريه العباده والصحافه والكلام ده كله. الحريه دي محطوطه مش عشان ان حد يتكلم في راي ما عندكش معاه مشكله، وانت لو راي انت ما عندكش معاه مشكله مش هنحتاج ماده دستوريه تديني الحق اقول الراي اللي انت ما عندكش فيه مشكله ده، ما انت ما عندكش فيه مشكله اصلا. هي محطوطه في الاراء اللي هي اساسا بتعمل لبلبه والناس مش متفقه عليها والكلام ده كله. فهم هنا كانوا قادرين، طالما احنا عايزين حريه يبقى نضحي بالتريد اوف، ان الكلام ده معناه ان في ناس ممكن تقول حاجه ما تعجبناش. اوكي. انت في مصر عايز الحريه، بس في نفس الوقت ما ينفعش حد يقول حاجه ما تعجبناش. عظيم، ما تعجبش مين؟ ما هو انت مش نسيج واحد. اوكي. ما تعجبش المسلم ولا المسيحي ولا البهائي ولا الملحد. طب جوه المسلم ما تعجبش المسلم السلفي ولا المسلم الاخواني ولا المسلم الصوفي، ولا طب جوه المسيحي ما تعجبش الكاثوليك ولا البروتستانت. طب جوه الهيئه الفكريه نفسها. فانت ما فيش اساسا مفهوم واحد تقدر تقول لي بشرط ان هو ما يضايقش هذه الطائفه. ده مش موجود. وبالتالي انت عامل زي الدايره اللي بتاكل نفسها، انت اصلا مش عارف انت عايز ايه. تمام تمام. طيب خلينا ناخد الموضوع بشكل عام شويه اكتر، بما دخلنا في حته العقليه يعني، وان ده بيأثر على العقليه. طب انا عايز اقول، انا عايز ابني سترونج منتاليتي او م. عقليه قويه عامه. يعني ايه رولز او الحاجات اللي انت تقدر تديهاني كستبس كده تقدر تديني عقليه قويه؟ اول حاجه خالص انت غلط. مهم. انت عشان تبدا تكون عقليتك، في مثل بيقول لك الحاجه ام الاختراع. انت النهارده لو انت ما عندكش حاجه للطيران مثلا، او انك انت تركب مواصلات سريعه، مش هتخترع الطياره. مهم. حلو. احنا لحد النهارده مثلا ليه ما مش مكثفين قوي ان احنا نحط كل جهودنا في استعمار الفضاء والكلام ده كله؟ بالنسبه لنا لسه كماليات. يعني ما عندناش مثلا ازمه وجوديه في المساحه في الكره الارضيه ان الناس مش لاقيه مكان تعيش فيه، او ريسورسز راننج اوت او كده، عشان نحط كل جهدنا في استعمار الفضاء مثلا. حلو. نفس الكلام على مستوى العقليه او مستوى السيلف ديفلوبمنت. انت لو انت مقتنع ان انت صح وانت عرفت كل حاجه، اللي هو دانينج كروجر افكت، مفيش حاجه هتدفعك ان انت تزود اي حاجه. مهم. وبالتالي اول خطوه انت غلط، وانت مش فاهم حاجه وانت ما تعرفش حاجه. مهم. اول قاعده خالص، بسم الله الرحمن الرحيم كده، احنا لسه اصلا ما طلعناش على البيز ده اللي هو البيز اللي تحت الارض. مهم. واخد بالك؟ تاني حاجه، ارائك تحتفظ بيها لنفسك. مهم. ولو انت عملت القاعده الاولى، فارائك دي محتمل تكون غلط اساسا. مهم. واخد بالك؟ والفيو بتاعك. يعني انا عجبني قوي الجمله بتاعت محي اسماعيل لما قالوا انت مستعد تموت بسبب مبادئك، قال لهم لا طبعا، انا ممكن اكون حمار، تمام. وانا ممكن النهارده اكون مؤمن بحاجه معينه وكلام من ده، واكتشف كمان سنه ولا سنتين ان هي غلط. دي معلومات اكتر والكلام ده كله ان الكلام ده كان هبل. واخد بالك؟ طب هموت عشانه ليه؟ فالشخص اللي تلاقيه مثلا يقول لك انا ما غيرتش قناعاتي بقالي 20 سنه، الكلام ده ممكن يبقى ماشي على البرنسبلز مش القناعات. يعني برنسبلز اللي من نوعيه الاغتصاب غلط مثلا، دي مش حاجه تمام متوقع ان هي تتغير في حياتك. مثلا لو انت سافرت بقى فجاه يبقى الاغتصاب حلو. تمام. لكن احنا بنتكلم هنا على قناعاتك ومفاهيمك. حتى مفهوم الصح والغلط نسبي. مهم.
يعني حتى جوه الدين وجوه نفس الطائفه وجوه نفس المذهب الصح والغلط نسبي. في ممكن تلاقي اختلافات. راي بيقول لك ده صح وراي بيقول لك ده غلط تاني، الا في البرنسبلز، مهم. الحاجات اللي مفيش فيها اختلاف. القتل غلط، الاغتصاب غلط، الكذب غلط. احنا بنتكلم بقى على الفرعيات، حتى الحاجات دي على المستوى لو خدتها على مستوى الدين نفسه الصح وغلط فيها مش مطلق. مهم. يعني هتتكلم مثلا على النقاب، هتلاقي جوه الشيوخ جوه الطائفه السلفيه اللي مش عارف ايه الكلام ده كله، ممكن تلاقي هم الاثنين ماشيين نفس الحاجه وبيجتمعوا لنفس الشيوخ، نفس واحد يقول لك ده فرض والتاني يقول لك لا ده سنه، واحد ثالث يقول لك ده بتاع دوت اسمها ايه بيسموها ايه، بتاع اللي هم اخترعوها ملهاش اي اساس في ما الفقه عنديش دي، معلومه. اسمها والله ما فاكر، طلعوا لها حاجه كده اللي هو يعني قشطه دي حلوه يعني وظريفه، ما اسمهاش سنه ولا فرض ولا كلام من ده. يعني المهم اول حاجه انا غلط، تاني حاجه تاني آه، حاجه ارائي لنفسي ارائي وارائي دي ممكن النفس. تكون غلط. تمام. تالت حاجه انا لازم دايما ابحث، لازم ابحث دايما. حتى لو توصلت للمعلومه الصح مفيش حاجه مطلقه النهارده البشر كلهم متفقين عليها الا حتميه الوفاه، ان الكل بيموت. وحتى في هذه الحقيقه في ناس النهارده بيعملوا ابحاث في اللونجيفيتي والكلام ده كله، وانك انت تفضل عايش للابد والكلام ده كله، فحتى في هذه الحقيقه في ناس رافضه، ولكن مفيش حاجه الناس متفقه عليها. وبالتالي حتى في العلم النهارده العلم بيقول لك احنا مثلا لما نيجي نتكلم على الجاذبيه فدي حاجه مثبته وليها نظريات وحاسبينها وكل الكلام ده، ولكن من وجهه نظر العلم ممكن تتغير بكره، ممكن تتغير كمان 10 دقائق. فنفس الكلام للحاجات اللي انت اتعلمتها من خلال انك انت مشيت ورا النظريه مع الخطوه الاولى والخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه ان انت تفضل تتابع نفس الحاجه دي اتغيرت ولا لا، وتسمع لاراء ناس ثانيه، وتسمع لحاجات بره الصندوق وكل الحاجات دي. دول الثلاث قواعد اللي هم لو مشيت عليهم انا مش هقول لك ان انت هم دول اللي هيوصلوك، ولكن دول هيضمنوا لك حتميه الوصول. تمام، حلو قوي. هيضمنوا لك حتميه الوصول. تمام. امتى طب بقى؟ دي تبع العوامل كتير قوي يا طول شرحها يعني. خلينا في دي. هسألك بقى حاجة انت قلتها وعجبتني قبل كده. انا كنت بتفرج على حاجة مثلا، والبودكاست ده انت او كان لايف انت ما قلتوش تاني. حلو. والحقيقة انا هشجع الناس تشوفه. الراجل باشمهندس يعني سوري مشرف كان بيقول حتة مهمة قوي، ان الناس اللي بتطلع في بودكاستات بتقول حاجات جامدة جدا، وان انت المفروض تتابع الناس. يعني مثلا انت عايز تبقى زي ممثل عظيم فبتتابع البودكاستات بتاعتهم، لان هم ما عندهمش وقت ولا فلوس. حلو سوري، ما عندهمش وقت ولا جهد يعملوا ده، لان هم فلوسهم او وقتهم اغلى من ده، هيكسبوه في اه حاجات تانية. فانت عشان توصل لمعلومة فاليبل يفضل تشوف البودكاست. انا في حاجة انت قلتها بقى عجبتني قوي، اتكلمت عن الايزنهاور ماتريكس او البريوريتي ماتريكس. فانت قلت مثلا دي حاجة من الحاجات اللي غيرت حياتك. فاحنا كنا بنتكلم قريب على العادات والاهداف، فانا عايز اكلمك في الحته دي. الناس اللي عندها عادات واهداف عايزه تحط عادات واهداف لمثلا في فيديو برضو الباشمهندس تاني اللي هو قال انت ترجع كل فتره و... وتشوف ايه اهم كام حاجه انت لو عملتهم. أنا متابعك تقريبا كل حاجه. ف بس عايزين باختصار، يعني مثلا لو انا عايز احط اهداف وعادات بشكل كويس، او حاجه في العادات والاهداف تقدر تقولها لنا كام حاجه او كام مصطلح او كام حاجه الناس تقرا عنها هتغير المفهوم ده ان هو يحط اهداف وعادات يقدر يوصل لها على المدى الطويل. انت النهارده لما تيجي تحط هدف اولا لازم، انا كنت نزلت فيديو لايف ازاي توصل، في دايما حاجتين، في حاجه اسمها وونتس وحاجه اسمها نيد. في حاجات وفي رغبات. الرغبات مش دايما بتكون صح، لان هي بتبقى معتمده على مفاهيمك انت وتعمقك في فهم نفسك وتعمقك في فهم الدنيا حواليك، غالبا صعب توصل لها في اول حياتك مهما كنت ذكي وعبقري والكلام ده كله. فانت لازم تفرق بين اللي انت عايزه واللي انت محتاجه. انا النهارده ممكن اقول لك انا عايز مثلا اشتغل في ناسا، واقعد 7 8 سنين من عمري بستعد ان انا اشتغل في ناسا، ولما اشتغل في ناسا الاقي نفسي مش مبسوط. ليه؟ لان انا كنت محتاج حاجه وافترضت ان ناسا هي اللي تحققها من غير ما اقعد ادخل في التفاصيل بتاعت الحاجه دهيت، ولما حققتها مش هي اللي حققت اللي انا عايزه. فانا كنت عامل لايف على القصه دي كلها وازاي نفرق بين الحاجات والاحتياجات. لما بتوصل للاحتياجات انت محتاج ترتب كل حاجه في حياتك طبقا للار اي. يعني ايه ار اي؟ يعني انا دي اختصار لريتيرن اون انفستمنت او العائد على الاستثمار. دي ماتريكس مشهوره جدا في الاقتصاد. انا لو مستثمر او شركه هستثمر معاك مثلا جنيه، فانا هيرجع لي منه ايه؟ ممكن يرجع لي منه 10 جنيه، ممكن يرجع لي منه سمعه، ممكن يرجع لي منه منصب. فانا لازم احدد الار او اي بيزد على النيدز بتاعتي.
وهل الار اي دي تستحق الانفستمنت؟ الانفستمنت ممكن يكون فلوس، ممكن يكون وقت، ممكن يكون مجهود، ممكن يكون فرصه بديله، ممكن يكون كل ده وحاجات تانية. فانا لازم احسبها بالكلام ده. وقت ما احسبها بالكلام ده ارجع ارتبهم بناء على ايزنهاور ماتريكس، اللي هي بترتب كل حاجه بيزد على هي مهمه قد ايه في النطاق الحاجات اللي انا بدور عليها، وهي ايرجنت قد ايه. دول حاجتين منفصلين عن بعض. ممكن تكون في حاجه مهمه جدا ولكن ممكن احققها النهارده او السنه الجايه او السنه اللي بعديها ومش هتفرق. ممكن تكون حاجه ايرجنت جدا لازم اعملها النهارده ولكنها مش مهمه، يعني مش هتاثر قوي بس هي لازم تتعمل، والا مثلا ممكن اسقط في الكليه، واخد بالك. وبعد ما ارتب ده كله ابدا ابص التريد اوفس. انا ممكن اختار حاجه تديني فلوس اكتر ولكنها مش هتديني كارير، او مش هتديني احساس ان انا عملت حاجه مفيده للبشريه. مثلا ممكن اعمل حاجه مفيده للبشريه، اروح اتطوع مثلا في مجاعه في الصومال ولا حاجه، لا استفيد منها فلوس ولا منصب ولا اي بتاع، بس احس ان انا مبسوط ان انا ساهمت في معرفه. فانا لازم اعرف اولوياتي ايه، مستعد اضحي بايه في سبيل ايه. كل الحاجات دي لازم احطها قبل ما احط رجلي في اي حاجه، سواء بقى الحاجه ديت حاجه ليها علاقه بالكارير، ليها علاقه بالحياه الاجتماعيه. انا عايز اتجوز ليه؟ معظم الناس اللي بتتجوز في مصر مش عارف عايز تتجوز ليه. تيجي تسالهم يقول لك مثلا عشان اكمل نص ديني، عشان مثلا حد يملى عليا الحياه. طب ما حد يملى عليك الحياه، هات لك نسناس، هات لك قطه، هات لك كلب، هات لك حوض سمك، هيملوا عليك الحياه. ما هو ده سبب. او عايز اخلف، طب وبعد ما تخلف هتكمل بقى في الجواز ده ازاي؟ ما انت خلفت خلاص. انا عايز اخلف عشان العيل بيجي برزقه. ما هو ماشي طيب، بالنسبه للست او الراجل اللي انت متجوزاه او الست اللي انت متجوزها، العلاقه دي هتستمر سنين ازاي؟ فانت لما تيجي تبص اسال اي حد كده حواليك هو اتجوز ليه، مش هتلاقي اجابه، او هتلاقي اجابه ملهاش منطق. انا عايز مثلا اتجوز عشان اعيب في نفسي. طب عفيت نفسك وخلصت التجربه اللي هتاخد ساعه، ساعتين، 3، 4 لو انت يعني بتاخد فجوه في الوريد، وبقيت اليوم وبقيت الاسبوع. فالقصص كلها ان معظم الناس هي مش عارفه هي عايزه ايه. هي مشكلتها مش انها مش عارفه توصل له ازاي، هي مش عارفه ايه اصلا هي عايزه ايه عشان توصل له ازاي. ودي مشكله كبيره. تمام، هي مش عارفة اصلا هي عايزة ايه. حلوة الجملة صح. دي. تمام. انت كان ليك فيديو برضو، كان ليه لايف او فيديو بيقول ازاي نعمل احنا، باشمهندس مشرف كان بيقول ازاي نحدد احنا عايزين ايه. والفيديو ده هو كان عامله، يا جماعة يعني ارجوك شوفوه. تابعوا فيديوهات الباشمهندس، معظمها مفيد جدا، ما كانش كلها تقريبا. أم، الفيديو ده هو كان حتى حاجة بيديها في المنتورشيب، فهو حاجة اصلا بيعملها بريميوم، هو عاملها فور فري. فارجوكوا تابعوا الفيديوهات دي، يعني انا استفدت منها على المستوى الشخصي. باشمهندس عارف انا حتى من لينكد ان من زمان بعت له، ما اعرفش شاف ولا لا، بس انا نفسي من الناس اللي استفدت منها على المستوى الشخصي. فارجوكوا شوفوها يعني هتفيدكم. طيب ندخل في الجزء التك. انا اتكلمت كتير، انا بحس المواضيع دي اهم، ولكن هخش معاك في جزء التك. من قريب طبعا حضرتك كنت طلعت معانا وحطيت خريطة طريق، وبعد كده عملت فيديوهين فيها الخريطة انا شفتها. حلو. الخريطة، هو في ناس سألتني عليها أسئلة معينة، فأنا لما حد بيسألني عن خريطة طريق حد حاططها، فأسهل حاجة أعملها إن أروح أسأل الحد ده لو جات لي فرصة يعني. فأحد الأسئلة اللي جات لي مثلا، هل الخريطة دي اوبتيمستيك شوية، أو إن هي مثلا آم، يعني معمولة عشان ما تعقدش الناس، يعني لأن مثلا هو مثلا موضوع آه خريطه الطريق ده مثلا من ضمن اكبر الامثله م- اللي بنتكلم فيها. انا اساسا كل ما حد يقول لي طب قول لي ايه الخريطه والكلام ده كله، ما فيش حاجه اسمها خريطه. لان الخريطه اولا قصه ان خريطه بتنفع للناس كلها والحاجات دي كلها، ده مش فكر فيها بالشكل ده. انت النهارده عايز تبني مبنى، م- فانا اقول لك ايه خريطه بناء المبنى. اول سؤال هيجي لك طب المبنى ايه اصلا، سكني ولا تجاري؟ م- المبنى ده مبني على ارض صحراويه ولا صخريه ولا طينيه؟ طب ارتفاعه قد ايه؟ طب هل هو مبنى في كومباوند ولا ستاند الون؟ م- طب هو اللي هو مبنى الحاجات بتاعته هتكون خرسانه ولا خشب ولا حديد مثلا زي ناطحات ففي 500 حاجه. في حاجات ثابته وانك انت المبنى بتمشي من تحت لفوق، ما فيش حد بيبنى طول العمر بالظبط. مثلا. بس دي ما اسمهاش خريطه الطريق بقى، دي اسمها اساسيات الحاجه ايه. حلو، اساسيات، خريطة الاساسيات مش اه خريطة الطريق. حلو، خلينا في الاساسيات الاول، بعدين انا شايف ان المفروض الناس يبقى عندها الوعي الكافي ان تحدد ان هي عايزه تعمل ايه. باشمهندس مش المفروض يحدد لهم؟ يعني انا من اكتر الاسئله اللي بتجيلي
حلو. وده سؤال بالنسبه لي، انا اسف يا جماعه، يعني الناس اللي دخلت على لينكد ان هتلاقيني معدل الشغل اللي انا اشتغلته في حياتي سنه في الداتا ساينس. لما تيجي تسالني اشتغل ويب ولا اندرويد، اكيد الاجابه مش عندي. يعني ده بيزك لوجيك، يعني اللي هو انا اصلا ما عنديش خبره في الحته دي يعني. ودي برضو حاجه انا لقيتها غريبه جدا. الناس بتشوف ان حد شرح على اليوتيوب حاجه معينه فيبقى هو عنده كل المعرفه، ولو انا ما فاتتلوش اتشتم. يعني لو انا لازم افتيلك في حاجه عشان ابقى فتاي. حلو. يعني انا بالظبط. في فيديو شورت انا عامله، جبتك شويه اسئله كده وقلت الاجابه انا ما اعرفش، خد قراراتك بنفسك يا حبيبي، انا ماليش فيه. تمام. فده بالنسبه لي بيبقى غريب شويه. فخلينا في الاساسيات. الاساسيات على الاقل حاجه مش متغير. الاساسيات اللي باشمهندس مشرف كان حاططها، وفي ناس حتى خدتها وخصتها وسالت فيها وكده. فهي كانت، انا يعني قول لي برضو رايك. انا برضو شايف ان هي اوبتيمستيك الصراحه، او معموله عشان ما تحبطش الناس او تحمس الناس. بس مثلا حاجه زي الجراف، حضرتك حطيت مثلا دي اف اس وبي اف اس، ما حطيتش مثلا ام اس تي ودايجسترا يعني. لان الحاجات دهيت ما هياش اساسيه مم. فيك في الاول، يعني حتى على مستوى الانترفيوز ان يجي لك سؤال في حاجه زي كده، سواء انت لسه انترن ولا جونيور ولا ميد ولا سينيور ولا الكلام ده كله، قليله قوي، لان هي فيري سبيسيفيك. انت تمام. النهارده مثلا حاجه زي الجراف انت هتستخدمه، يعني مثلا حاجه زي البي اف اس والدي اف اس انت ممكن تستخدمه يوميا في الكود بتاعك. مهم. الليستس والهاش تيبل والكلام ده كله انت بتستخدمها يوميا في الكود بتاعك. مهم. ولكن حاجه زي الجراف انت لازم تكون بتعمل حاجه فيري سبيسيفيك، شغال مثلا في حاجه اي اي، شغال في حاجه ليها علاقه مثلا بنولج ديسكفري، شغال في ليها حاجات فيري سبيسيفيك ابلكيشنز. فانت مش انت لو عرفته خير وبركه، ولكن ده ما نقدرش نقول عليه اساسيات. اساسيات ايه اللي من حلو. غيرها مش هينفع اساسا تكمل. حلو. فالجراف ينتمي لهذه الطائفه. حلو جدا. حلو. انا برضو بسالك ليه، عشان هم في على الليت كود الناس كانت بتسالني برضو في اللي هم توب 150 انترفيو بروبلم. اه فهم جايب فيهم ام اس تي وجايب دايجسترا وجايب تراي. فجايب يعني تراي برضو تعتبر ادفانسد داتا ستراكشر، فعشان مش كده الناس it is specific. سبيسيفيك يعني انا بالظبط. راجل شغال بقالي 23 سنه النهارده، لا عمري استخدمتها ولا عمري شفتها في الكود. وانا خلي يعني بالك بكلمك على كود اتكتب جوه السيكوال انجن، انا وكود اتكتب معاك. جوه اوبريتنج سيستم وحاجات زي كده، مفيش ما استخدمتوش في حاجه. بالظبط. و... وده مش عيب يا جماعه. يعني هو انا كده كده بشرحهم، بس انا بشرحهم للكومباتيتيف بروجرامينج. اتمنى الناس تلقط ده. انا بشرح بروبلم سولفنج، وبعد البروبلم سولفنج بطلع للكومباتيتيف بروجرامينج. وانا هناقشك برضو في الحته اللي انا سالتك فيها، بس برضو هسال تاني. اه الناس اللي بتغالي، انا ضد ده جدا في موضوع الكومباتيتيف بروجرامينج، وبتقول ان هو مفتاح للشركات العالميه. خالص. مش شرط، صح؟ في كومبetitive بروجرامنج دي هوايه بالظبط. ملهاش اي معنى، بالعكس انت اكشولي لو انت مركز في الكومبetitive بروجرامنج فقط، اكشولي هيعمل نيجاتيف امباكت عليك لما تجوين شركات. لان قصه الدي اس اي والكلام ده هو وان كي، بس في قصه تانية، الكود كواليتي مثلا، قصه انك انت بتعمل كود مثلا، لو انت بتعمل اوبجكت اورينتد ولا مفيش حد كومبيتيتيف في كاميرا يعمل كلاس ان الكلام ده بيبطل اساسا. الكلام ده عكس الكونسيبت. انت الكومبيتيتيف بتفوكس على حاجتين بتاع دوت، كومبلكستي وبتاع ده وميموري يوسج والكلام ده، دول ممكن يكونوا اخر حاجات بتبص فيها في برودكتس ثانيه كتير. اكشولي انتي باترن ان انت لو دي قوتك الوحيده وتركيزك الوحيد، ات سام بوينت هو اكشولي هيعمل نيجاتيف امباكت عليك في الحاجات اللي هتشغلك بقى. فهي مش بس مش هتزود لك، لا اكشولي هتكون نيجاتيف، الا لو انت فعلا بتعملها بالمفهوم اللي اتكلمنا عليه، ان هي هوايه، حاجه انت بتحبها. حلو لكن جدا. في دماغك ان هي دي القصه اللي هتشغلني، اكشولي لا، دي اللي هتخليك ما تشتغلش اساسا. حلو قوي. يبقى هي الحاجة أنا بعملها كهواية. طيب أنا عندي بالظبط. سؤال برضو في الحتة دي، عشان بيجيلي وأنا برضو هقول الرأي اللي قلته بعد كده هسمع. يعني أنا في ناس كتير بتجيلي تقول لي أنا مش هخش المسابقة، أو أنا مش حابب أخش المسابقة. أنا بقول للناس يعني بالنسبة لي لو عندك فرصة تخش المسابقات دي كأكتيفيتي، أنا شايف إن هو خشها، بس ما تحطش نفسك بالظبط. تحت ضغط. بالظبط، يعني لان المسابقه هي فكرتها بكل بساطه، انا بقول للناس هتعلمك ازاي تشتغل في تيم، هتعلمك ازاي تشتغل في تايم بريشر، الكلام ده، ولكنها مش ريكوايرد. معظم الناس اللي شغالين في الشركات الكبيره والشركات اللي زيها والكلام ده كله عمرهم ما دخلوا مسابقه في حياتهم. مش شرط. أيوه وممكن بالظبط. ما يكونش عارف الاي سي ام اي سي بي سي والحاجات، ولا يعرف عنها اي حاجه. بالظبط. فهي هواية، بس خشها وانت بتخشها أرجوك ما تحطش على نفسك ضغط. هي مش آخر الدنيا يعني، حطها في بالظبط. حجمها الطبيعي. حلو. طيب هل هي بتخليك، انا بالنسبه لي بشوف كده بس برضه اسمع، هل هي بتخليك حتى احسن شويه في البروبلم سولفينج؟ اكيد.
تمام. فهي بتخليك احسن في بروبلم سولفنج وبتخليك احسن في التفكير. واوفر تايم انا بسميها بتشيل الجلخ اللي على المخ اللي احنا اتعودنا عليه بنظام التعليم بتاعنا والتلقين والكلام ده كله. هي هتبدا تشيل الزباله دي، مهم. تخلي انسان طبيعي بيعرف يفكر وياخد حاجات من دي وبتاع. فهي يعني عمليا الكلام ده هيؤدي انك انت هتريسيف هاير كوجنيتيف ابيليتي. مهم. انت ممكن يكون الاي كيو نفسه ما زادش، ولكن الجلخ اللي كان منعه ان هو يطلع اساسا ده اتشال. حلو قوي هو الفكره انت دي. في القصه دي. حلو قوي، يعني هو حلو قوي. انت كان عندك سلسله اسمها ازاله الجلخ الفكري. اه تمام، فانا متابعك جدا يعني. أنا ممكن اسمع لك الفيديوهات بس ما فيش وقت علشان وقتك وكده. ف يعني ال حلوه. انا عجبني حته ان هي مش شرط ان هي تعلي الاي كيو، لانه برضو لما قلت كده انا قلت ان حتى انا جبت حتى حاجه علميه. يا جماعه ما فيش في فرق بين الاكسبيرينس والاي كيو. اه انا قلت الموضوع ده. اتكلمت عنه الكلام ده في اللايف اللي فات. ايوه ما حد بيقول لك هو الاي كيو ده انجازاتك وما اعرفش ايه علاقه الكلام ده. انت ممكن تكون عبقري وفاشل تماما لانك انت شخص مثلا لعبي وغير متحمل المسؤوليه وفي عبقرة بالعبط كده. ايه العلاقه؟ دول حاجتين ما لهمش علاقه ببعض. بالظبط. يبقى الاي كيو مش معناه ان انت هتنجز في حاجه. اتمنى بالظبط. الناس تلقط ده، عشان في ناس كانت بتقول لي هل بتوع الكومباتيف بروجرامنج اذكى؟ لا، مفيش اي انت ريليشن بالاثنين. ممكن يكون ذكائك متوسط وتوصل لمناصب اعلى بكتير ومناطق اعلى بكتير ونجاح اعلى بكتير لشخص اعلى منك في الذكاء الضعف. صح. ولكنه مثلا ما انا قابلت ناس كتيره في حياتي اذكى مني بكتير، مهم. والنهارده تيجي تبص عليهم افشل من الفشل. ليه؟ هو اصلا يعني هوائي وما بيكمل حتى على العلاقات الاجتماعيه. ما يقدرش يدخل في علاقه ويكمل فيها فتره، ما عندوش تحمل مسؤوليه. هو عايز يعيش اللي هو في دهب طول الوقت ويمشي حافي ويقعد على ما اعرفش ايه والكلام ده كله، ومفيش في جيبه مليم ومفيش عنده اي ضايع خالص. ولكنه على المستوى الدماغ لا، عبقري. مهم. عبقري وضحك له وكلمه في حاجات ماثيماتيكال مثلا وحاجات فيها ابستراكشن وكلام من ده، دماغه رهيبه، ولكنه مفيش ضايع. اوكي، فانا بس عايز اقول المعلومه دي عشان ده برضو سؤال بيجي لي، بيقول لي انا احس ان انا غبي عشان ما عرفتش حل مساله. يا جماعه مش عادي مش خالص. مش ريليتد يعني انت ممكن تكون اذكى في حتت تانية بكتير، يعني مش ده معدل الذكاء. ممكن حد تاني يكون قوي في حته تانيه وما عرفش يحل المساله ده. هي الموضوع ما هواش يعني انت بتاع دوت يونيون، هو انترسكشن. يعني انت ممكن دي وممكن انت نفس المساله انت ما حلتهاش دي لو جيت لها كمان اسبوعين شفت حلها. واحده زيها بالظبط نفس بس واحده تانيه هتلاقي نفسك حلتها من اول مره. مش اي علاقه. بالظبط. ما اتمنى ان انتوا تاخدوا الموضوع يا جماعه. الكلام ده انا لان بقى الحل اه يعني اسئله الاي كيو مثلا هي بتقيس ابستراكشن في التفكير فقط. انك انت عندك اشكال يا تعرف توجد بينهم علاقه ولا لا. حل المسائل ده في حاجات تانية كتير فوق قصه الذكاء فقط. في ان انت تسترجع المعلومه، في انك انت تربط النولج مع بعضها، في attention في to انك انت details. في اتنشن تو ديتيلز، في ان انت اصلا عندك رغبه ان انت تحل دي. مش فارض على نفسك ان انت تحلها، او مفيش حاجه تانية شغله دماغك، او في 500 عامل غير قصه الذكاء. بالظبط. بروبلم سولفنج ما هوش اي كيو تيست. شكرا. بس يا جماعه الكلام ده انا بقوله وانا واحد بتاع كومباتيف بروجرامنج. اتمنى الناس تفهم دي. يعني انا ممكن بكل بساطه اقول لك ده اي كيو ركز فيه وده مصلحه ليا. حلو، لكن انا مش بعمل كده لان انا بنقل لك الحقيقه. فارجوك اسمع البوينت دي. الكومباتيف بروجرامنج هو حاجه حلوه لو انت تاخده يعني كهوايه. معلومه ليك مش عارف تعرفها ولا لا. آه. في الشركات الكبيره لما بتدخل في مسائل بروبلم سولفنج، كونك حليت او ما حلتش مش هقول لك ده المعيار الوحيد، ده حتى مش اهم المعايير. م? يعني اكشولي في ناس كتير. انا واحد من الناس عديت في جوجل والسؤال الوحيد الكودنج اللي خدته انا ما حلتوش. اوكي. هو بيشوف انت هي ناس بتعمل كتير ايه. خطوات وصولك، طريقه تفكيرك بتركز على ايه، ايه الانكلوسيف في 500 حاجه اهم بكتير من قصه انت حلتها او ما حلتهاش. كانت موجوده في سلسله الانترفيو بتاعتك. من احد النصايح اللي نزلتها في شورت ان انت تقرا المساله بصوت عالي. دي مثلا ملحوظه اشك ان في واحد بتاع كومباتيف بروجرامينج ممكن يقولها لك، لان هو بيحل مساله لوحده. هو هنا اه انت راعيت بارامتر ان في قدامي انترفيور. فانا ازاي اشركه بحاجه بسيطه جدا ان انا اه اتكلم. حلو، بس اقرا المساله. فانت كده بتسمعه المساله. كمان انت يعني انا لقيت ليها مميزات كتير. انت بتشغل كذا حاسه وتخف توتر. انا اكشلي عملت سيرش بعدها اهتميت بيها. انا بقول لك انا عديت السؤال بتاع انا السؤال اللي تسالني كودنج في جوجل
كان سؤال معتمد على حاجات ما هو مش، ما كانش تي اس اي، كان حاجات معتمده على اللو انديان والهاي انديان والحاجات بتاعت الميموري، مش حتى ميموري مانجمنت عاديه، فيري يعني يعني سبيسيفيك ميموري، الحاجات موجوده في الامبيدد. انا عمري ما اشتغلت امبيدد، واخر مره اتعاملت مع حاجات بالنوعيه دي كان من 20 سنه او من 23 سنه مثلا. فالسؤال ده ليه حلين: حل بروت فورس عادي خالص، ده جبته في اول دقيقتين، وفي حل تاني انا عارف ان هو موجود بس انا مش فاكر الحاجات اللي تخليني احله. ولكن طريقه كلامي مع الراجل، احنا اصلا قعدنا خلصنا الانترفيو نفسه في اول 10 دقائق او ربع ساعه، وبعد كده هو قعد يشرح لي المساله بتتحل ازاي على الوايت بورد، وقعدنا نتناقش في شغله وهو بيعمل ايه في يومه وكلام من ده، نقاش بقى زي اللي قاعدين على البحر كده. وفي الاخر خدت سكور 4. 4 ده اللي هو الراجل كان بيقول ده يعني ما فيش قبله ولا بعد، وانا ما حلتش سؤال اصلا. تمام، ما هي مش القصه في ان انت تحل عشان هو يقيس، وده يعني كان سؤال هو الكودينج الوحيد، يعني ما فيش مثلا اي حاجه تانية عدلته ولا كلام من ده، لا ده بالظبط. سؤال الكودينج الوحيد. فبالظبط انا شوفوا يا جماعه برضو سلسله الانترفيو عند الباشمهندس انا شفتها كلها الصراحه برضو، شفت حتى لما كان بيصور بالدرون، فانا بيك فان. تمام. طيب يعني هسأل برضو تك شوية، هخش شوية في الأجزاء دي. أم، أنا بيجيلي برضو أسئلة من ناس كتير، هو أنا طيب اتعلمت أساسيات بقى البروبلم سولفينج، يجي حد يقول لي اشتغل في ايه وايه بيجيب فلوس اكتر، انا بتبقى الاجابه بتاعتي ما اعرفش. هل عندك اجابه برود اوسع؟ لا، لان ما فيش حاجه زي كده، لان انا بقول للناس القصه ديت: اوعى تاسس مستقبلك او كاريرك على ايه الحاجات اللي بتجيب فلوس النهارده، لانك انت ببساطه شديده عبال ما تخلص ممكن الحاجات دي تختفي. واكبر مثال بقوله للناس، مثالين مشهورين جدا ومشهورين جدا عشان معظم الناس لما بقوله لهم بيقول لي اصلا انا ما سمعتش عن الموضوع ده قبل كده. سنه 2008 2007 الكلام ده كله كان اكتر من اكتر الحاجات اللي فيها شغل كتير حاجه اسمها الويب فورمز والديسك توب، او اللي هي الويندوز فورمز. دول النهارده لما تيجي تكلم حد حتى شغال سي شارب والكلام، ممكن اصلا ما يكونش عارف إيه دول. مش هقول لك هيكون حتى عارفهم، مش عارفهم اساسا. من فتره من 2011 2012 لحد 2016 2017 كان حاجه فيري فيري هوت زي الداتا ساينس النهارده كده، مثلا روبي اون ويلز. اي حد بيشتغل روبي اون ويلز ده الناس بتخطفه. النهارده تيجي تقول لحد روبي اون ويلز الناس مش عارفه ايه ده اساسا، لا عارفه روبي ولا عارفه ريلز ولا عارفه الشيء ده بيعمل ايه، واخد بالك؟ بس روبي طب اون انت ريلز كانت لو مشهوره انا عارف. كنت بنيت حياتك كلها على كده، انت النهارده هتبيع بطاطس. مفيش حد اوكي. اساسا بيطلب حاجه زي كده، غير بقى الناس اللي كانت بنت سيستم ساعتها بكده والنهارده ليجاسي ومطلوب حد يمنتين بقى ولا يعمل اي زباله فيها. انت النهارده ما تربطش بحاجه زي كده، لان هي دي ترند في اي لحظه. تمام تمام. هسألك سؤال بقى برضو، طب الحاجات اللي بتتغير، هل الساينس حاجة زي الماث الرياضيات، لأن السؤال ده برضو بيجي لي كتير، ما مدى أهميتها؟ يعني هو السؤال شارح نفسه بس أنا هسأله زي ما تسأل لي، أنا آسف. نعم. أنا آسف يعني اعذرني. السؤال بيسألني ما مدى أهمية الماثيماتكس لإنجينير؟ بص يا سيدي، ما هو انجينير ايه بالظبط؟ يعني انت لو بتتكلم على سوفت وير، المعرفه بتاعت البيز ماث مطلوبه جدا، ولكنها مش بلوكر. مطلوبه جدا لانك انت مثلا ما تجيش تقول لي ان انت مثلا معادله بسيطه ما انتش عارف يعني ايه ساين ولا كوزاين مثلا، ولا حاجات من دي، حاجات البيزك اللي المفروض احنا درسناها في اعدادي وفي اولى ثانوي مثلا، حتى لو انت دخلت ادبي اكيد درستها. دي المفروض تكون معروفه عشان تسهل عليك الدنيا كلها، ولكنها مش بلوكر. انت ممكن تعيش من غيرها وتجوجل الحاجات دهيت او تشتغل ب جين اي اي تولز والكلام ده كله. ولكن الادفانسد ماثيماتكس بقى لو دخلنا في قصه الحاجات الاستاتستيكال موديلنج والحاجات اللي ليها علاقه مثلا بالانتجريشن والديفرنشيشن والحاجات اللي هي لا دي اقل من 1% من الفيلد بتاع السوفت وير انجينيرنج هتحتاجها في حاجات اكستريملي سبيسيفيك، حاجات سيميوليشن مثلا. حتى جوه السيميوليشن لازم تكون انت شغال في الكور بتاع الانجن بتاع ما اعرفش ايه عشان تعمل حاجه زي كده. لو عرفتها مفيده طبعا هتفيدك تمام. جدا، ولكن هي لا هتوقفك ولا هي مطلوبه ولا هي جزء من الاساسيات. حلو قوي. تمام. طيب هكمل، انا بحاول افتكر كل الاسئله اللي جات لي. لا احنا قدامنا قد ايه؟ عشان انا مثلا عايز 10 دقائق كده ولا حاجه. ما احنا بقى لنا ساعه و4 دقايق، فما بقى لناش كتير، بس ماشي يعني.
او انا خدت منك نقط كتير يعني، فده بالنسبه لي مفيد جدا. حاجه كمان، ايه رايك في فكره، برضو هي بما انك كنتش تعرف المعلومه، ايه رايك في فكره الانيميشن في التعلم؟ يعني انا دي الرساله اللي انا عايز اعملها، انا حابب اخلي تعلم حاجات اساسيات تبقى كلها بالانيميشن مع الوقت. بتفيد جدا في الناس اللي عندها شورت اتنشن سبان. انا واحد من الناس اللي عندي شورت اتنشن سبان، بس انا عندي عشان ADHD. ADHD. ولكن حتى الناس اللي من غير ADHD، الاجيال الجديده كلها عندها شورت اتنشن سبان ده. فدي مفيده جدا في القصه دي. فلا، هتكون مفيده جدا. حتى الناس اللي ما عندهاش، يعني هي في نادر يعني، دايما انت ما تعمل اي حاجه بتبقى مفيده لطبقه، والطبقه الثانيه مثلا ممكن تكون مضره. يعني الكتب مثلا، في ناس لو انت افترضت ان الوسيله الوحيده للتعليم النهارده الكتب، في ناس كتير مش هتعرف تتعلم، ان هي بالنسبه لهم كاونتر برودكتيف بشكل رهيب، ومش قادر يركز فيها. وقصه نفس الكتاب 2000 صفحه، ده مجنون. ولكن القصه بتاعت الجرافيكس ميزتها ان هي في اسوأ الظروف مش هتضر حد. يعني الشخص اللي هو متعود يشوف فيديو كامل، لو شافه عن طريق الجرافيكس مش هتدي له معلومه مثلا ناقصه، بشرط ان هي اتعملت كويس ومش ناقصه والكلام ده كله. فدي من ضمن الحاجات اللي بتبقى نادره، اللي هي تقدر تكون جنرالايزد لكل الناس. في ناس ده هتفيدهم وناس مش هتضرهم، هتديهم نفس المعلومه اللي حاجه ثانيه بتديها لهم. انا كان نفسي بقى، يعني نفسي بقى بما انك عرفت المعلومه دي، بقى اشوف مثلا فيديو او ابقى ابعت لك فيديو على القناه بقى قيمه، يعني قول لي حلو ولا لا، لان هو الحاجه انا بقول لك هي فكره انا عملتها وانا حتى ما شفتهاش في المحتوى الاجنبي، فهو ده كان هدفي يعني. وانا بشوف كمان اللي هي بتساعد على الناس اللي عندها شورت ايماجينيشن، هو بيتعلم ييماجن، يعني بالظبط. بيتعلم الفكره اللي عنده تتحول، وهي ولو قناه. لو في فتره مثلا حاولت تدخلها وتتجه لقصه الاطفال والكلام ده كله، هتبقى مفيده جدا. بص، هو في ناس كتير كلمتني في الموضوع ده. انا على فكره لما يعني قعدت فتره انستراكت اطفال، شفت لينكد ان عندي، بس انا وشغلي الاساسي مع اطفال. بس هي الفكره، حاسس ان الاطفال ريسبونسبيلتي كبيره قوي. ما ده من ضمن الاسباب اللي مخلاني عمري ما فكرت لحد دلوقتي اعمل كورس ليهم. هي الفكره ان الاطفال يعني اعقد من الكبار. يعني بس عن. انت الكبير بتدور على طريقه توصيل المعلومه ودقتها وخبرتك في القائها. الطفل بتزود عليه انك انت تمنتين اتنشن، وانك انت تاتراكت. يعني الكبير ده جاي لك هو اصلا وهو عارف، المفروض نظريا عارف هو عايز ايه. مفيش حد مثلا هيدفع في كورس مثلا 10 15 الف جنيه وهو لسه مثلا كان بيفكر يختار ما بين طب وما بين زراعه مثلا، فياخد كورس الطب وكورس. مفيش الكلام ده، يبقى متخلف عقليا. ولكن الطفل هو ما عندوش الكلام ده، هو غالبا ابوه وامه هم اللي قايلين له الكلام، فانت عايز تجذبه ازاي اصلا؟ دي قصه ثانيه. فده علم لوحده. وحاسس ان محتاج تبقى معاه لايف. يعني انا لما اديت الاطفال اديت معاهم لايف صعب يعني بالنسبه لي، يعني الاطفال اصعب للامانه، لكن الناس اللي ما تعرفش برضو الحاجه دي يمكن جات لي من ان انا بتعامل مع اطفال. كمان في البروجريشن بتاعهم. يعني انا اقدر اديزاين كريكولم لاي حد ادلت في اي حاجه. عايزنا ديزاين كريكولم في باك اند، ديزاين كريكولم في اساسيات، الكلام ده كله سهل جدا. ولكن ديزايننج الكريكولم للاطفال قصه ثانيه خالص. لانك انا انت مش مدفوع بايه المعلومه اللي هيكتسبها. لا، انت عايز الكريكولم ده يكون ماشي مع البروجريشن بتاع الاتنشن بتاع الشخص ده والنمو بتاعه. لان الطفل، انت عندك الكبير بيغير الحاجات اللي هو مهتم بيها والكلام ده كله، السبان كبير قوي. يعني انا اهتماماتي النهارده لو جيت قابلتني كمان 6 شهور غالبا هتلاقيها هي طفل. 6 شهور دول بتلاقي شخص تاني تماما. واحد تمام. جديد. ايوه. على مستوى العادات، الاكل والعادات والقيم وطريقه الكلام، انسان تاني تماما. انا متفق معاك الصراحه كمان. بس هو يعني دي معلومه ناس ما تعرفهاش، انا بتعامل مع اطفال كتير جدا، بقول لك بيني وبينك فين. تمام. بس انا مش حابب فكره التيتشنج للاطفال، مع ان محتوى الجرافيكس مناسب اكتر للاطفال، لكن بالنسبه لي مسؤوليه اكتر بكتير. بالظبط. فهي دي الفكره يعني. ممكن قدام بقى لو استعنت بخبره او حاجه نبقى نشوف اه القصه دي. فيعني طيب، لو حابب حضرتك تضيف حاجه او تسالني في حاجه قول لي برضو يعني. ما عنديش حاجه معينه غير ان بس هي الحاجه دايما اللي بقولها للناس، شويه قواعد كده. ما تمشيش ورا دومر ولا بلومر. الدومر هو الشخص اللي بيحبطك من قصة مثلا البرمجة ما بقتش مجال مناسب، اشوف لك اي حاجة تانية، او الذكاء الصناعي هيستبدل الناس، او الناس اللي هي محبطة بالشكل ده، شيله من تفكيرك اساسا. والبلومر هو بقى اللي عكس تماما. يعني دايما في حياتك ابعد عن الاكستريمز بتاعت الكيرف. الشخص التاني بقى لو بيقول لك انت ممكن في 3 شهور تطلع القمر وتروح محطة الفضاء الدولية وكده، ده برضه متخلف عقليا، مش فارقين عن بعض تماما.
هم الاثنين هيلبسوك في الحيط. فدي اول قاعده. تاني قاعده، وخصوصا في الحاجات اللي مستقبلك متوقف عليها، المعلومه ما تاخدهاش غير من شخص على الاقل 2 ستيبس اهيد من اللي انت عايز توصل له. يعني انت لو هدفك كله ان انت تشتغل سوفت وير انجينير، ما تاخدش المعلومه من شخص مجرد سوفت وير انجينير، لا ده مثلا يكون في مستوى سينيور، يعني اشتغل سوفت وير انجينير وطلع ليفل وطلع ليفل تاني وناجح في هذا السينيور. فلازم يكون شخص سابقك على الاقل، مش سابقك في وضعك الحالي، سابقك في الموقع اللي انت عايز توصل له. حلو. دي مرحلتين. ده بس دي حاجه اسمها بري ريكويزيتس، تمام، يعني انا دي مش ممكن بس اضيف حاجه على الحته دي، معلش اعذرني، عشان الريلاتيف بتاع السؤال يا جماعه. يعني مثلا انا في ناس بتيجي تسالني مثلا ايه اخبار جامعه عين شمس، انا خريج من 2020، فاكيد الجامعه في الفتره دي اختلفت، ولا قول لي برضه رايك. يعني انا بشوف الناس لما تيجي أكيد. انت تسال. ممكن تقول مثلا انا والله خبرتي في 2020 كذا، بس ما اعرفش النهارده مثلا مين الدكاتره اللي موجوده اصلا، ولا بالظبط. منهج ولا اي حاجه، ولكن خبرتي مثلا كانت بوزيتيف لما اتخرجت في الفتره دي. بالظبط، لكن الناس تبقى سؤالها ريلاتيف شويه. يعني برضو حتى في اختيار الجامعات، في ناس كانت بتسالني في اختيار انا خريج من امتى يا ابني عشان اختار لك وليه برضو. وحته. وغير الريلاتيفيتي، يعني انا لما بتكلم في الحاجات اللي انا قلت عليها دهيت، دي اسمها بري ريكويزيتس. يعني ايه بري ريكويزيتس؟ يعني ودي مشكله الابيض واسود، انك انت ما ينفعش تاخد المعلومه من حد وهو ما عندوش ده، ولكن وجود ده لوحده مش غير كفايه. كافي انك تاخد منه المعلومه. دي بري ريكويزيت. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، عشان ابدا اساسا افكر ان انا احطك في احتماليه ان انا اسمعك، لازم ينطبق عليك الشرطين دول. بعد كده بقى نبدا نبص بقى في البير ريفيو. يعني ما تجيبليش اي حد من الشارع مثلا لمجرد ان هو الناس كلها متابعاه مثلا وعنده 300,000 و400,000 5 مليون متابع ولا الكلام ده كله. دي ضمان نفترض انه عنده الحاجتين الاولانيين وعنده 5 مليون متابع، ده كده مش كافي ان هو، لا انت هنا 5 مليون متابعين دولت كافيين ان هم يدوك انديكيشن ان هو طريقه توصيلته للمعلومه كويسه، الجرافيكس والكلام ده كويس، ولكن دقه المعلومه ما ينفعش تاخدها غير من بير. بير يعني ايه؟ يعني شخص في نفس المستوى بتاعه. يا اما البير ده يكون شخص، يا اما انت تفيريفاي المعلومه بنفسك. اوكي. المعلومه دهيت مش هقول لك تستخدم حتى ذكاء صناعي، السيرش انجن العادي يديك المعلومه دي. فدي كلها حاجات. وبعد كل ده، بعد ما تاخد المعلومه لازم تروح تدور وراها، لان المعلومه لما حد بيديها لك، حتى انا وحتى اي حد، هو بيديها لك حتى لو كانت دقيقه والكلام ده كله، هو غصب عنه، هو بني ادم مش انسان آلي، هيديها لك من وجهه نظره من خلال خبرته هو. يعني انا ممكن مثلا اديك معلومه في البرمجه من خلال ان انا اشتغلت يا في شركات كبيره قوي يا في شركات كويسه. ممكن معلومتي دي ما تكونش ابليكابل في شركات تحت بير السلم اللي هي شقلب وقلب. يعني انا مثلا ممكن اقول لك لازم الكود يكون كذا ويكون نظيف وموديولز وما اعرفش الكلام ده، ممكن لو اشتغلت فيه في شركه تحت بير السلم تتلفت بعدها باسبوع. فحتى لو معلومتي دقيقه على المستوى العلمي، انت لازم تشوف الكونتكست اللي انا بتكلم فيه ايه. ده يرجع لك انت بقى، انت عايز تستخدمها في ايه، وهل الريليفنس. الريليفنس بتاعها ايه، هل ده ريليفنت للكيس اللي انت بتدور فيها ولا لا. فانت لازم حتى بعد ما تاكد من كل الكلام ده، تاخد المعلومه دي وتبدا تدور فيها في الكيس بتاعتك انت، وتدور فيها من مصادر تانية، وتكون صوره متكامله. بس بعد كل ده، هو في الاخر مين اللي بياخد القرار؟ معلش، مش المفروض امشي ورا حد 100%؟ اتمنى بس قصه هناخد قدوه وهنعمل مع الكلام ده هطل تام. يعني ايه يعني ايه كلمه قدوه؟ يعني يا انت جماعه، ما ممكن حد. تاخد قدوه في حاجه واحده فقط، انك عايز توصل للمكان اللي الشخص ده فيه، سواء بقى المكان ده مكان علمي، مكان ديني، مكان جن ازرق. هي دي القدوه اللي بنتكلم فيها. انت بتتكلم على مكانه مش شخص. الشخص نفسه عمره ما يكون قدوه، لانه ات ذا اند اوف ذا داي هو بني ادم. بني ادم دوت كولكشن ما بين حاجات كتير: تربيه، ومناخ اجتماعي، وظروف مختلفه كوقت، وحاله اقتصاديه، وافكار، وذكاء، وعلم، مليون الف حاجه بتطلع البني ادم ده. انت خد قدوتك، ان انا مثلا عايز قدوتي مثلا ان انا عايز يبقى عندي اعمل نفس اللي عمله ستيف جوبز مثلا. انما ستيف جوبز كبني ادم، لا هو ما ينفعش يكون قدوه. ده كان بيعذب الناس وبيفشخهم وبيفرض عليهم رايه وبيقل ادبه عليهم وبيعملهم كالعبيد كصفات شخصيه. ما لا، ينفعش. صفات شخصيه رمه، ما ينفعش تتاخد قدوه خالص. ودول حاجتين مش ضد بعض. انا معاك، ايوه، مش شرط ان انت فعلا
بس هي فكرة، انا بس عندي حتة، يعني في حتة برضو انت قلتها قبل كده بس هريكاب عليها. انا بحاول يبقى البودكاست ده مجمع حاجات كتيرة عن باشمهندس محمد مشرف. في حاجة حضرتك قلتها قبل كده، هو الفرق بيننا برضو من بره، حتة مسؤولية القرارات. احنا بحس ان يعني ده اللي استغربته من اسئله الناس. يا جماعه انا راجل بشرح حاجه محدده في الكمبيوتر بروجرام، مش معنى ان انا طلعت من باشمهندس محمد مشرف، مش معنى طلعت مع اي حد ان انا ينفع اصلا اقرر لك حياتك. ان انت بتيجي يعني في ناس وغير تغيروا حياته كمان، ده بياخدوا الموضوع ده لمستوى تاني خالص. انا مثلا صديقي مثلا محمد ابو هدهود، او محمد ابو هدهود صديقه مشرف، مم. فهو او مثلا طلع معاه في لايف او الكلام من ده، اللي هو اي حاجه انا بعملها بعد كده بقت مسؤوليه محمد ابو هدهود يتحاسب عليها. يا ابني ده الكلام دوت، حتى ده لو انت اب وبنتكلم على طفل لسه مش بالغ، فهو لو واحد ارتكب جريمه قتل القانون ما بيحبسكش انت، ما يعني ولا بتدخل النار عشان هو مثلا واحد قتل يعني انا مش فاهم. بنتكلم في حاجات فوق مستوى الطبيعي اللي المفروض ننزل فيه في مستوى النقاش عشان نتكلم فيه. وفي بجد انا يعني في حاجات غريبه بالنسبه لي. الناس بتبعت لي، اللي بيبعت لي سي في بمرتب ويقول لي اختار لي شركه، انا مالي؟ واللي يخش يكلمني كان ابن اخوه يقول لي شعرك ده غلط، يعني حاجات بالنسبه لي لا. في ايه ناس العبث ده؟ بتقول في حاجات اكتر من كده بكتير. انا في ناس تبعت لي تقول لي مثلا انا في واحده آه عندي اثاره جنسيه من ناحيتها، اعمل ايه؟ والله العظيم ده لسه السؤال ده كان جاي لي من اسبوعين ولا حاجه. انا هحط على الثمنيل بلس 21 ده مش بلس 18 على يعني حاجات غريبه. انا عايز افهم هو ايه المتوقع من الاجابه بتاعتي في حاجه زي كده. انا مالي؟ يعني انت ليه لا بلاش بتبعت مالي. يعني نفترض ان انا مالي فعلا، انا راجل لي بحب اسمع القصه، انا برضه متوقع يعني ايه الاجابه المتوقعه. يعني انت ما بتسال على اي حاجه انت اكسبكتنج، انسر؟ يعني رينج من الريسبونسز، رينج من اي اكسبكتيشن، ايه الاكسبكتيشن في جواب بسؤال زي ده مش يعني. عارف يعني. بلوك يعني، ده اللي انا هعمله الصراحه. اسئله غريبه والله العظيم، اسئله في منتهى العجب. على فكره انا متوقع، انا مش يعني، انا مش في ربع شهرتك وجالي كده فما بل يعني انا متوقع حلو. وبعدين انا بتكلم، المشكله ان انا ايه، يعني انا دايما انا بتكلم على بروبلم سولفنج كومبيتيتيف بروجرامنج بس. حلو، ولا عمري اشتغلت في جوجل فانا متخيل بقى. حلو، وفي ناس ابتدت ات سام بوينت تاخدني اللي هو مثلا يا ابني انت، يعني في حد كنت بكلمه كان بيسالني في كارير، يعني كارير ادفايس، قلت له انت كاريرك احسن مني، يعني لو مش المفروض تسالني فيه، يعني اتمنى تكون لاقط النقطه دي، انت عامل ككارير وايز انت احسن مني. انا بشرح الاساسيات كويس، ده ما يدينيش ان ما اقدرش افيدك. يعني انا في ناس بتجي لي مثلا في المنتور بتقول لي مثلا انا دخلت انترفيو في امازون وما اعرفش ايه واترفضت ليه؟ انا مش عارف امي، انا مالي انا أتعامل. يعني انت ممكن تقول لي ايه الاسباب اللي ممكن تخلي حد ما يعديش الانترفيو، او ايه الحاجات اللي الواحد يعملها عشان يعدي الانترفيو، انما سبيسيفيك انترفيو لسبيسيفيك جوب مع سبيسيفيك تيم انا مش عرفني. انت ممكن كانت ريحتك وحشه في الانترفيو يا عم ما عجبتهمش، انا مش عرفني. لا لا، بس يعني بس اقول لك على حاجه، حتى ده يعني على الاقل انت اشتغلت في امازون وليك كارير قوي، فميك سنس. لكن لا، حد اللي كان بيكلمني ده كان حد في سيليكون فالي يعني وبره مصر. يعني انا مش معنى انا بشرح على اليوتيوب وطريقه شرحي حلوه وشايف جرافيكس يبقى، والمفروض ان هو المنتاليتي بتاعته انا يعني. بشوف الكلام ده جدا بقى في الناس مثلا اللي بتدخل بدون ذكر اسماء، عند الناس اللي هم شخصيتهم كلها متكونه من السوشيال ميديا، اللي هو الشخص اللي انت لو شلت منه اكونت فيسبوك حرفيا ينتحر، اللي هو ما عندوش حاجه في الحياه غيره، بس عنده متابعين كتير. وتلاقيه مثلا يدخل اسئله من نوعيه مثلا انا معايا ما اعرفش نص مليون جنيه تحويشه عمري استثمرهم في ايه؟ يعني هو وات ايفر الاجابه اللي قالها لك انت هتخسر الفلوس دي. واخد بالك؟ يعني انت قصه ان انت تدخل لواحد انت اساسا ما انتش عارف الشخص ده موجود في الحقيقه ولا لا، مبدئيا كده، لانه اصلا ملوش اي حاجه ممكن تمسكها، لا ليه صور ولا ليه مواقف اجتماعيه ولا في ناس عارفاه بشكل شخصي بتتكلم ولا اي حاجه خالص. يعني ممكن في الاخر يطلع عيل قاعد في الحوامديه عنده 13 سنه لابس من فوق بس عشان الهدوم التحتانيه بتاعته منشوره عشان معهوش فلوس غيرها، وساقط ابتدائي. ممكن في حاجه تانيه خالص. انت ازاي تساله على حاجه مصيريه زي استثمار فلوس مثلا، او كلمنا في الناس ازاي تختار شريك حياتها، ايه ده طب الحاجات دي بتحصل بره يعني؟ خالص؟ ما يعني بتحصلش خالص. يعني حتى في المجتمعات المنحطه اجتماعيا اللي هم عايشين في المستنقعات زي ما بيقولوا ما بيعملوش كده.
مش عارف يعني انا مش قادر اقول حاجه انا الصراحه هو لان انا مثلا بيروح لكيم كارداشيان، ادخل على البروفايل بتاعها مثلا في انستجرام وتلاقيه بيسالها سؤال في الاقتصاد مثلا. دور، ادخل افتح انستجرام، وادخل افتح اي بوست ليها ودور في الكومنتات، عايزك تعزق نفسك 5 ايام. طلع لي حد بيسالها سؤال في الاقتصاد، ولا يستثمر فين، ولا يعيش في انهي دوله، ولا اي حاجه من الاسئله الوجوديه دي، هي لمجرد ان هي عندها ملايين والكلام ده. بس هو انا في حاجه انا مستغربها، يعني المشكله ان ساعات يعني انا متفاهم ان ده مثلا يطلع من طلبه، لكن ساعات اللي بيعمل كده بيبقى شخص حقق حاجات، يعني هو سافر واشتغل في شركات عالميه، انا هنا مش بص، بكلم. الفكره لما بتلاقي حد بيعمل حاجه زي كده، ده اكبر انديكيشن ان هو يا اما ما عملش الكلام ده وبيشتغل الناس، يا اما ما عمله كانت مصادفه وفشل جوه، يعني دخل قعد 6 شهور واترفد. لانك انت الانترفيو ات ذا اند اوف ذا داي، انت ممكن تنجينير الانترفيو. يعني انا مثلا وصلت في مرحله في الانترفيوز ان انا لو عايز اشتغل في اي شركه وات ايفر الشركه دي فين، انا عارف ايه بالظبط الاجابه اللي هتتقال عشان اعدي الانترفيو، ومع ذلك انا بختار اجاوب اجابات انا ما اعرفش هتكون صح ولا لا، بس انا اللي عارفه ان دي الاجابات اللي انا هشتغل بيها جوه. والله رفضوها، ده خير وبركه، ان انا ما عنديش ادنى استعداد ادخل اشتغل 3 4 شهور 6 شهور واترفد او اخد ريفيو وحش. ولكن الانترفيو كبروسيس هي مش فيل بروف. لو انت خدت الكورس بتاع الانترفيو اللي انا قلته ودخلت قريت شويه وقريت كتب زي بتاعه الانترفيو ريفيلد وحاجات زي كده وبتاع، انت قادر تعدي من 99% من الانترفيوز. ده فرض ان انت شخص فاهم البيزكس وقادر تحل بروبلم سولفنج والكلام ده كله. ولكن ده ينجحك جوه، دي قصه ثانيه خالص. فانا ساعات مثلا بدخل في الحاجات البيهيفيرال ويقول لي مثلا الموقف الفلاني، وانا عارف الاجابه المثاليه ايه اللي هتعدي في كل حته، ولكن انا بجاوب الاجابه اللي انا هعملها. عشان انت مش عايز جوه لما عشان انا تعمل حاجه عكس كده. دبل دايركشن، انا عايز اشتغل في المكان اللي يناسبني برضه، مش لمجرد ان دي نتفليكس ولا دي فيسبوك ولا دي كذا ولا دي كذا ان انا اشتغل فيها وخلاص. يعني في الاخر في وشي لو انا اشتغلت 4 شهور ومشيت، مفيش اي انديكيشن ان انا مشيت غير ان انا كنت حمار في اختياري، واكتشفت ان هي مش مناسبه ليا، وبالتالي انا شخص مش ناضج في اختياراتي، او هم رفضوني والاثنين زفت. فدي قصه. يعني انا اخر مره عملت غلطه زي كده كانت من سنين، ان انا دخلت في مكان واكتشفت بعد كده ان هو وحش. دي بطلت اعملها من زمان. انا لما انت بدخل فيها انترفيو مع اي حد بقول ايه الحاجه اللي انا شايف ان انا هعملها، ايه ولا بقى تعجبك ما تعجبكش ما يخصنيش. حلو قوي الابروتش ده، يعني بالنسبه لي يعني ده حتى يخليك حي مع ده نفسك. الابروتش دوت اصلا كمان. يعني انا بشوف ناس، يعني انا بالنسبه لي الوضع مش صعب قوي، لان ات ذا اند اوف ذا داي انا راجل اقامتي هنا مش مرتبطه باي شركه ولا اي حاجه، ولو مشوني هلاقي شغل تاني. بس في ناس تانيه بقى بيبقى الموضوع بالنسبه لها، هو مثلا عايش في مصر وراح عمل في شركه ورسم نفسه تماما، وممكن يكون غش في الانترفيوز والكلام ده كله، وجابوا له فيزا وباع شقته ونقل حياته كلها. طب ما انت هيكتشفوا عاجلا ام اجلا وهتترفد، وساعتها هيبقى قدامك شهرين ولا حاجه عشان تلاقي وظيفه بديله، والا هتترحل. طب انت غيرت حياتك خلاص وسبت شغلك اللي في مصر، ولو متجوز سيبت مراتك شغلها وسيبت عيالك مدارسهم، ازاي تخاطر بحاجه زي كده وانت عارف ان انت مش مؤهل؟ انا مش مستحيل عارف. اشتغل في شغلانه وانا عندي 1% شك ان انا مش مؤهل ليها. انا في شغلانات في حياتي قاصد ان انا ادخل في الليفل. يعني انا مثلا في جوجل مثلا، انا اكتر اوقات في ناس اتفقت معاها وكانوا فاهميني كويس قوي، ليفل السينيور دايركتور فما فوق. لما كنت بقعد اتكلم مع في بيس ودايركتورز والكلام ده كله، كان بالنسبه لهم خيال علمي. انت مفيش ولا كلمه. وكانوا ساعات بيحطوني في بتاع دوت اسمها ايه ديت، انيشياتيفز وكلام من ده، وخليني اشترك معاهم، هم اصلا ممكن ما يكونوش في اللادر بتاعي. اكتر ناس ما كانوش بيفهموني كان المانجر بتاعي والسكيب. اقول لهم حاجه مثلا يقول لك دي اباف يور باي، انت اللي بتتكلم، وبعديها بسنتين يطلع كلامي صح. فانا ما كنتش قادر اشتغل في الدايركتور والكلام ده. لا، انا بالنسبه لي اكشلي كل ما كنت هوريزونتال اكتر كل ما اعرف ابدع اكتر. لكن بالنسبه لي انا مش مقتنع على الاطلاق ان انا ممكن ابقى اشط من بره على دايركتور مثلا ولا حاجه، وانا مش فاهم اصلا البرودكت ده بيعمل ايه والكلام ده كله. فانا هنجح على المستوى الاداري ولكني هفشل تماما على مستوى البرودكت. فبالتالي انا ببقى قاصد اداون جريد واقدم على وظيفه اقل. دي كلها حاجات محتاجه الشخص يوصل لمستوى كبير قوي من النضج عشان يعرف يفكر بالشكل ده. معظم الناس مش. والمهارات الاثنين، انت لازم يكون عندك الاثنين، ما عندك حاجه تداون جريد ليها اصلا. اه تمام. يعني انا شايف الاثنين الصراحه.
طيب على الحته بس دي. معايا في انترفيوز وتقول لي مثلا انا سينيور في مصر وعايز اقدم على وظيفه سينيور بره، اعمل ايه؟ انا ممكن على فكره اعلمك تعمل ايه واخليك تعدي الانترفيوز، مهم. بس انا بقى بشتغلك وبضحك عليك، لان انا عارف ان انت لو عديته 4 5 شهور بالكتير وهتترفد، مهم. او هينكدوا عليك عيشتك، مهم. هيخلوك تحاول تعمل حاجات انت مش فاهمها، وهتدخل وهتتنكد وهيجي لك اكتئاب وبيرن اوت وهيطلع دينك. مهم. بس انا ممكن ابيع لك الوهم ده، سهل قوي، سهل قوي اخليك تعدي انترفيو امازون. هات لي اي حد عنده مبادئ، فاهم، حل شويه بروبلم سولفنج وكلام من ده، بتاع قعدوا معايا شهرين وهخلوك تشتغل في امازون. بس هيكمل في امازون دي قصه تانيه خالص بقى. مهم. عشان كده في ناس بتجيلي انا بقول لها لا، انا مش هساعدك تعمل ده، انا وظيفتي كمنتور مش اني اعمل اللي انت عايزه، ده كده كوتش. انا مهم. وظيفتي كمنتور اعمل اللي انا شايفه مناسب ليك. مهم. دي عشان ما تجيش قصه. بعد كده تدعي عليا. بالظبط، بالظبط، ما انا سهل جدا اخليك تعدي. اصل الانترفيو هو في الاخر بروسيس معروف مداخلها ومخارجها ايه، ات سام بوينت خلاص هي اتحفظت. اتهرست. ومعروف الناس دي بتبص على ايه وبتقيم ازاي وما اعرفش ايه والكلام ده كله. وانا اتكلمت على معظم الحاجات الاساسيه في التقييمات في كورس الانترفيو ده. مهم. يعني انت لو عملت اللي اتقال عليه بالظبط 70% من الانترفيوز، بشرط ان انت يكون عندك المطلوب الاساسي يعني، هتعدي من الانترفيوز دي. بس هتنجح بعد كده ولا لا، دي قصه تانيه. لان هتنجح دي بعد كده انا ما اقدرش اعمل لك عليها كورس، ان هي فيري سبيسيفيك، اللي انت فين ومهاراتك ايه وهتشتغل فين وهتشتغل تبع ايه، اكستريملي تيلورد. مهم. ما اقدرش اعملها جنرالايزد، انا بضحك عليك. مهم. فعشان كده اي حد يقول لك مثلا خد الرود ماب ده هتشتغل في اي حته، او اعمل ده هتشتغل في اي شركه، اي حاجه فيها اي دهيت، ده على طول نصاب، ده مهم. مش فاهم حاجه. انا يا جماعه عشان برضو الناس تبقى عارفه، برضو عشان في سؤال برضو بيجي لي، يعني هو مش ذكي شويه بس. كتير عشان انا كمان اصدع. الايه؟ فقدامنا 5 دقايق بس كده كمان ولا حاجه ماشي، تتكلم. اعذرني بس انا اسف، بس والله الكلام معاك ممتع، وانا قعدت ممكن كتير. نعمل حاجات تانية لو في ناس لسه عندها اسئله وكلام من زي ده. الفل. انا بس كان نفسي، يعني انت عارف انا قعدت اكلمك كذا مرة، كان نفسي فعلا في لا، البودكاست ده. مش كده. فيعني حاجه اخيره بس هقولها، حتى حته اي دي برضو احد الاسئله بتجيلي، هل انا لو خدت الكورسات بتاعتك افضل اقدر احل اي مساله؟ قلت له في مسائل ما اتحلتش اصلا، يعني في مسائل حرفيا ملهاش حلول. فلا مش اه، اي مساله. يعني واحد تاني بيقول لي هل هقدر اروح الاي سي بي سي؟ ما اعرفش يا حبيبي، يعني انت هتبذل المجهود اشرح لك، انا اضمن لك الكونتنت ان يعني بنعمه ربنا تفهمه، بس لكن. هل ومش شرط اللي بيدربك على حاجه يكون احسن منك. يعني مثلا في من ضمن الحاجات المغلوطه عندنا في مصر ان المدير في الشركه في السوفت وير المفروض يكون فاهم احسن من كل اللي تحتيه. ده كده اكتر مدير فاشل في الدنيا، هو اللي فاهم انا المفروض كمدير كل واحد تحتيه في وظيفته هو احسن مني فيها، زي زي قائد الاوركسترا كده. ما ينفعش قائد الاوركسترا يكون بيعزف على الناي احسن من بتاع الناي، وعلى العود احسن من بتاع العود، وعلى الكمان احسن من بتاع الكمان. كده احنا بنتكلم على هرتله. فالقصه كلها يعني مثلا مدرب محمد صلاح، هل هو وصل لمستوى محمد صلاح؟ لا، لو لا. بصيت للتمرين بتاعه ما وصلش. ولكن هو بقى عنده هوريزونتال حاجات كتير، جزء منها بس المهارات اللي هي ديت اللي بتكون محمد صلاح، ولكن جزء منه ما اعرفش ايه، وتحمل الجماهير ازاي، وتعمل ما اعرفش وتعمل ما اعرفش وتعمل ما اعرفش ايه. هو شايف الصوره متكامله وبيؤهلك انك تشتغل في حته معينه. انا شكرا جدا على الحته دي، عشان دي حتى انا قلتها. انا يا جماعه بيبقى هدفي برضه، انا بقولها كتير، المفروض وده المنطقي ان انت تعديني في حل المسائل، حتى ده بالظبط. منطقي جدا. وعلى فكره مش معنى برضو ان انا، يعني في ناس ممكن تكون وصلت لمستوى في المسائل وخدت معايا، وده حصل في اللايف، بتحل مسائل اعلى مني طبيعي، لان انا مش المين اول سكيل. حاجه قلتها للتيم بتاعي في جوجل لما عملت معاهم اول ميتنج، لما قعدنا مع بعض قلت لهم بصوا، انا مش شرط يعني بقول لكم ان انا مش احسن واحد انك تجي لي بمشكله تقنيه واقول لك احسن حل ليها ايه. بالظبط. ولكن اللي اقدر اضمنه لك ان انت ممكن تجي لي بمشكله تقنيه واقول لك ايه الحلول اللي مش احسن حاجه. يعني انا ممكن اشيل لك الفولس بوزيتيف احسن من اي حد ممكن تقابله. مهم. جاي لي ب 100 طريقه هقول لك منهم ايه ال 95 اللي ما ينفعش اصلا تجربهم. مهم. انما الخمسه التانيين انا ممكن انا اخد وندي وكلام من ده، بس انت غالبا احسن مني فيهم. مهم. ده فهي دي حلو. الفكره اللي الناس مش فاهماها. وانا بحس حته التوجيه والانستراكت، انا ممكن انا نفسي ما اعرفش احل المشكله، بس انا اعرف اوجهك لان انت تحل المشكله بص، دي. وخطوات اللي تدور فيها ايه وطريقه التفكير والكلام ده كله. بالظبط. لكن انت انا وارد تكون اذكى مني، وارد تكون مركز على الحته دي اكتر مني، وارد تكون انت حليت مسائل اكتر 1000 مني. 1000 مساله اكتر مني، وارد حاجات كتير.
انا لما بقول للناس الحته دي يقولوا لي لا مش شرط. قلت لهم لا، هو الانستراكتور وظيفته ان هو انستراكت، يعني مش وظيفته ان هو يحل مسائل. الناس بتسالني انت ليه ما بتقعدش تحل مسائل على الكود فورسز، لان دي مش المين، دي سكيل انا بعملها، مش بقول إن انا بعمل، بس دي مش المين سكيل خالص. بالظبط. وانت هتستفيد اما اقعد احل وتقعد تتفرج عليا. ايوه، ما دي برضو، احنا مش ناشونال جيوغرافيك. دي حاجه اكتر حاجه بقولها في الكورس. انا الكورس بتاعي فيه جزء انا بحل كل ما يعني كل كورس حل فيه 50 مساله، اه حالل على كذا ليفل، من اول ليفل البيزكس، بعد كده ليت كود، بعد كده ليفل البروبلم الكومباتيف بروجرامينج، يعني طالع واحده واحده. ونشكر ربنا الوحيد تقريبا اللي عامل فيديو لكل مساله. ففي ناس بتجيب لي سؤال بيقول لي انا شفت فيديوهات الحل ومش عارف احل. طب انا قايل في اول فيديو يعني في فيديو اسمه ما قبل الحل وحاطط بيه بين قوسين اهم من الحل. انا قايل فيه لو انت لو قعدت تتفرج على 100 سنه انت مش هتعرف تحل. يعني زي عامله زي بتتفرج على واحد بيلعب جيم، عمرك اه. هيطلع لك عضلات؟ ما او واحد عمره ما. بيسوق. ما انت لو قعدت تتفرج على كل فيديوهات مايكل شوماخر في الدنيا هتنزل بعد كده تشترك في الفورمولا 1، ما لهاش معنى. لا لا، وناس بتسالني تقول لي اصل انا لما باجي احل ما بعرفش. قلت له بقول له انت كده بتتطور. يقول لي انت ما ازاي يا حبيبي، هو انت ان انت ما تعرفش بعدين يبتدي مخك يتطور لغايه ما انت تعرف، هو ده التطوير. اه. هو انت اصلا لو دخلت من الاول خالص وابتديت تحل على طول، ده معناه حاجه من الاثنين: يا اما انت وصلت لعبقريه نادره ما وصلتش للبشريه وده بروبلي مش صح، مهم. يا اما في حاجه غلط. يا اما ان مثلا انت ان انت حليت قبل كده يعني انا بطريقه. بقول الطبيعي للناس: انت مثلا لو بتتعلم برمجه لاول مره ولقيت الدنيا ماشيه زبادي خلاط، دي اكشولي مش انديكيشن حلو خالص. ده انديكيشن معناه انك انت وصلت لاي كيو مثلا 300 ولا حاجه، وده يعني نادر قوي ان هو يكون صح، غالبا هيكون غلط. او ان انت اصلا مقتنع ان انت فاهم وانت مش فاهم، مهم. ودي اسوأ حاجه في الدنيا. وفي الأسوأ ان انت بتحل مسائل اقل من ليفلك. دي انا بالظبط. بقولها كتير قوي، ناس كتير قوي تيجي اللي هو انا بحل مسائل ايه بسهوله جدا بس ما بعرفش احل انت بي. عليك البرمجه يقول لك تعالى اعلمك برمجه وما اعرفش ايه. طب انت بتعرف تعمل ايه؟ بعرف اكتب اسمي على الشاشه، واعرف اطبع عناوين بيتي، واعرف ارسم مثلث، واعرف اعمل معرفة. طب حلو، انت كده اتعلمت ازاي تعمل برنت سكرين ب 45 طريقه. هو ده اللي انت بالظبط. اتعلمته. لا علاقه شكرا. ده بالبرمجه ولا ايه علاقه. بالظبط اللي هو، وبرضه مش بالكتره. في ناس بتيجي تقول لي يعني هو انا حاطط، مش هقول لك مش حاطط مسائل كتير، انا 50 في الكورس وما 6 كورسات فده كتير، لكن انا عشان داخل على الكومباتيتيف بس كل المسائل في ليفل انت حتى مش محتاجه في الانترفيو ده انا بقوله. يعني مثلا الماكس والماني كات، يعني الارتكليشن بوينت، في الجوريزمز يعني هي مش هتشوفها غير في كومبيوتيشنال جيومتري، في حاجات مش هتشوفها غير في الكومباتيتيف بروجرامينج، فميك صح. سنس ان انا اعمل عليها مسائل. حد بيجي يقول لي مثلا، يعني دي حصلت في اول كورس، حد اخد حل 22 مساله وجي بعد كده في اخر 10 مسائل قال انا قعدت فيهم شهر. قلت له ده الطبيعي، انت كده صح، ان ال 10 مسائل دول المفروض ان هم كفكره، يعني انت اه. انت لو قلت لي عكس كده اصلا ده هيبقى ريد فلاج. بالظبط. وعشان كده ناس كتير بتقول لي انا خدت الكورس بتاعك وطولت فيه. قلت له اه. طبيعي ان انت تطول، المفروض at some عشان point. كده مثلا في ناس بتيجي تقول لي انا مثلا دخلت انترفيو وما اتقبلتش مع اني حليت المساله في اول 8 دقائق. طب هو انت اصلا حليتها في اول 8 دقائق، ده ريد فلاج كبير. ده معناه انك انت الشركه اللي انت بتعمل معاها انترفيو بهايم تماما، وبالتالي كويس انك انت اترفضت. او ان انت مش يعني، انت شفت مساله قبل كده حليت زيها قبل او كده. غير كده كمان، او انت حليت حل ملوش علاقه، او انت عملت سكيب يعني انا مثلا في ناس كنت بعمل لها انترفيو مثلا سيستم ديزاين. السيستم ديزاين من ضمن الحاجات اللي هي اعتمادها الاكبر، او يمكن اقول اكتر من 50 او 60% من حكمي على ان الشخص ده بيعرف يعمله ولا لا، هو سأل ايه. السيستم ديزاين على عكس البروبلم سولفنج، انت بروبلم سولفنج يا حليت يا ما حليتش. انا بقول لك اعمل لي كذا في وقت كذا بميموري كذا، يا هيحصل يا ما هيحصل. ده باينري ديسيجن. كويتشن عشان كده سهل تعمل لها اوتوميشن، وسهل تعمل جادج، وسهل تعمل الكلام ده. السيستم ديزاين لو انت لطعت اي حاجه هتشتغل وهتعمل شيء ما. تمام. هل الشيء ما ده هو اللي احنا عايزينه ولا لا، دي قصه تانيه. يعني انت لو جبت لي اي نودز لزقتها في بعضها وحطيت لي لود بالانس هيشتغل، مش هيقول لا، وهيسيرف الكاستمر وكل. بس هو ده اللي احنا عايزينه ولا لا، دي قصه تانيه. ولا زي بالنسبه لي، انت لو دخلت مثلا وشرحت لك مساله، وانت دخلت سالت سؤالين ودخلت حليت وعملت لي الحل المثالي اللي المفروض يتحل في المساله دي، انت مرفوض. ليه؟ لان انا بالنسبه لي انت كنت محظوظ، وجاست الفكره اللي جات لك احنا نمشي يمين ولا شمال كانت بالنسبه لك كيلو باميه، واخترت يمين وتصادف ان يمين ده صح. ولكن انت ما مشيتش في الفلو بتاع الاسئله اللي يضمن لي في الحياه الطبيعيه لما هيجي لك مشكله زي دي انت هتعرف فعلا توصل هو يمين ولا شمال.
فهنا في الحاله دهيت الاجابه نفسها مش هي المقياس خالص، حتى بالظبط. لو جاوبت زي ما قال الكتاب. وعشان كده الكودينج انترفيو اللي بجادج بتختلف تماما عن اللي فيها انترفيور. اه يعني هنا دي. يعني انا مثلا ساعات كنا بنسال في بوكينج دوت كوم سؤال البروبلم سولفنج اللي للانترن هو للفريش جراد، هو للميد، هو للسينيور، وساعات بيروح للبرنسبل نفس السؤال بالظبط. ولكن احنا بنبص على حاجات تانية خالص. اكشولي اجابه البرنسبل ممكن تكون كومبيتيشنال كومبلكسيتي بتاعتها اسوأ بكتير من الشخص الانترن ده. ولكن البرنسبل ده ابتدى يبص على حاجات زي المينتينابيلتي وزي الكلام ده هيكون شغال هايبر ثريدنج ولا لا، هل يا ترى الانبوت ده هيفيت في الميموري ولا هنعمل سبيلنج، هل يا ترى في هنا ريكوايرمنت للبرايفسي ولا لا. هيبص على حاجات تانية خالص انا متوقع ان هو لازم يبص عليها، الحاجات دي انا مش هتوقعها على الاطلاق من الانترن. بالظبط. فهنا الفكره كلها ان الدنيا مختلفه تماما. طيب عشان الوقت، في اي اسئله نهائيه ولا اي حاجه؟ لا لا بالعكس، انا استمتعت معاك، انا طولت اصلا والله من محبتي فيك، وان انا كان نفسي اطلع معاك يعني. الله يخليك. واتمنى ان انت بس يعني شوف فيديو من عندي حتى لو الحاجات ابعت القديمه، ابعت لي لينك. هبعت لك. قول لي ماشي. قول لي اكتر حاجه حابب تشوفها برضو، عشان ابعت لي حاجات اللي هي فيها جرافيكس ديت عشان اشوف الدنيا فيها ايه. هو كلها فيها جرافيكس، بس قول لي توبيك يعني انا ابعت لي شرح. انت حاجه مثلا بتشرح فيها الجوريزم يكون كومبليكيتد شويه بالجرافيكس او كده. الان كوينز مثلا. ماشي ابعت لي كده. هبعت لك حاجه زي كده. ماشي ماشي زي الفل. ماشي فول ماشي يا كده. باشمهندس، انبسطت بيك جدا جدا جدا، غالي عن عرفني بقى اول التعريف. ما ينزل كده اللينك. اول ما ينزل لينك هقول لك يا باشمهندس، كده كده. وانبسطنا بالباشمهندس، انهي الله الريكورد يخليك. هنا.